طلاب أولى ثانوي أهلا بيكم. إن شاء الله كده هنبدأ مراجعة الفصل الدراسي الأول. هنتكلم كده، هنقسم الدرس أو هنقسم كده المراجعة إلى شوية أجزاء. حصة هناخد فيها مراجعة حساب مثلثات، حصة تانية هناخد فيها مراجعة جبر، الحصة التالتة هناخد كده مراجعة هندسة. في المراجعة البدائية دي هنبدأ بتذكرة لقوانين أو أفكار مع حل أمثلة بسيطة مباشرة. دول كده أول 3 حصص. بعد كده الحصة الرابعة هنبدأ نحل تمارين اختر. بس التمارين اختر بقى مش هنقسمها جبر لوحديه وحساب مثلثات لوحديه وهندسة لوحديها، لا، احنا هنلخبط كله كده على بعضه، لأن أنت في امتحان آخر السنة مش هيجي كده الجبر لوحده أو حساب مثلثات لوحدها أو هندسة لوحدها، لا، أنت هتلقى الأسئلة متوزعة على بعض. يعني بمعنى تلقى مثلا سؤال جبر بعديه واحد تاني هندسة، حساب مثلثات جبر، وهكذا. فالأسئلة كده ملخبطة، فاحنا لازم نتعود على نظام الامتحان. هناخد حصتين أو 3 حصص في الإخطر، حوالي 120 سؤال إخطر. بعد كده ناخد الأسئلة المقالي، حصة نحل فيها أسئلة مقالي، وبعد كده حصة نبدأ فيها امتحان، ناخد كده شكل الامتحان إزاي ونظام الامتحان وتوزيعة الدرجات بتاعته إزاي. يبقى زي ما اتفقنا كده هنبدأ أول مرة هنراجع كده جبر، بعد كده حساب مثلثات، بعد كده هندسة. ده كده النظري بأمثلة بسيطة مباشرة بحيث نفتكر ونتذكر كده الأسئلة والأفكار بتاعة التمارين. يلا نبدأ بينا كده. نبدأ مراجعة عامة على حساب المثلثات. احنا في حساب المثلثات كان أول درس بيتكلم عن الزاوية الموجهة، تعريف الزاوية الموجهة، الزاوية المتكافئة، ازاي نجيب قيس موجب وقيس سالب وهكذا. بعد كده خدنا القيس الستين والقيس الدائري، ده الدرس الثاني. الدرس اللي بعديه الدوائر المثلثية اللي هي الدوائر الأساسية، الجا والجتا وظا ومقلوباتها، القا والقطا والزتا والعلاقات اللي بينهم. بعد كده نتكلم عن الدرس اللي هو الزاوية المنتسبة، اللي هو فيه شوية أفكار كتار كده عايزين نبسطها وناخدها بطريقة كده بسيطة وسهلة. بعد كده التمثيل البياني اللي هيجي كده يقول لك هات لي مدى الدالة، أو الدالة دي دورية كل قد إيه، ونشوف أمثلة عليها. بعد كده آخر درس كان بيتكلم عن قياس أو إيجاد قياس زاوية بمعلومية إحدى نسبها، يدي لك الجا أو الجتا للزاوية ويقول لك هات لي قيمة الزاوية. شوف الكلام ده كله مع بعض. أول سؤال أو أول درس بيتكلم هنا عن الزاوية الموجهة، بيعرفنا إيه هي الزاوية الموجهة. إحنا عرفنا إن الزاوية الموجهة بتتكون من شعاعين بيعتبروا ضلعي الزاوية، بس عشان هنا عطيت للزاوية اتجاه فقلت في ضلع ابتدائي وضلع نهائي. طب بحدد ازاي الضلع الابتدائي والضلع النهائي؟ اللي طالع منه السهم ده اسمه الضلع الابتدائي، يعني السهم طالع كده يبقى ده الضلع الابتدائي، اللي وصل له هو الضلع النهائي وده رأس الزاوية، وبناء عليه ممكن نكتب الزاوية في صورة زوج مرتب. طب مين الزوج المرتب؟ الضلع الابتدائي اللي عندك مين؟ واو ألف. الضلع النهائي واو ب، يبقى اكتب كده الزوج المرتب واو ألف وواو ب هي زاوية ألف واو ب. يبقى لما يديني زاوية ألف واو ب ويقول لي اكتبها لي في صورة زوج مرتب، بس بشرط إن الزاوية دي زاوية إيه؟ زاوية موجهة. يبقى هاخد كده واو ألف يعتبر الضلع الابتدائي وواو ب هو الضلع النهائي. ما ينفعش أعكس الزاوية، ما ينفعش أقول ب واو ألف، يبقى أنا كده عكست الاتجاه. يبقى أنا إزاي أعطيتها اتجاه؟ طب يا إخوانا الاتجاه دوت بناء عليه على عقرب الساعة. إذا وصل الضلع الابتدائي للضلع النهائي ضد عقرب الساعة ده اتجاه موجب، كده ضد عقرب الساعة. لو مشي مع عقرب أو اتجاه عقرب الساعة، دوران عقرب الساعة من واو ب إلى واو ألف، كده ماشي مع اتجاه دوران عقرب الساعة، بنعتبره قياس سالب. الزاوية دي هنسميها ألف واو ب، لأن ده الضلع الابتدائي وده الضلع النهائي. الزوج بتاعنا واو ألف وواو ب، ودي تعتبر زاوية موجبة لأن اتجاه الدوران ضد عقرب الساعة. الزاوية دي واو ألف واو ب دول الضلعين بتوعهم. هعرف مين الضلع الابتدائي ومين الضلع النهائي بناء على اتجاه السهم. السهم طالع من واو ب لواو ألف، يبقى واو ب ده الضلع الابتدائي، واو ألف هو الضلع النهائي، وبناء تتكتب ب واو ألف. والزاوية دي يعتبر قياسها بالسالب لأن اتجاهها مع عقرب الساعة. بعد كده خدنا طبعا زي ما قلنا ان الزاويه الموجهه الف واو ب لا تساوي الزاويه الموجهه ب واو الف، لان انا غيرت الاتجاه، واحده هتبقى موجب والثانيه هتبقى سالب. بعد كده خدنا القيس الستيني للزاويه، وده خدناه من زمان في اعداد وفي ابتدائي. القيس الستيني وبنسميه قيس ستيني ليه؟ لان قسمنا الدايره بتاعتنا الى 360 قوس متساوي، بنعتبرها 360 درجه، ومقسم الدرجه فيها 60 دقيقه والدقيقه فيها 60 ثانيه، علشان كده بنسميه القياس الستيني. بعد كده خدنا الزاوية موجودة في الوضع القياسي. يعني ايه زاوية في الوضع القياسي؟ عشان تتحقق ان الزاوية تكون في الوضع القياسي لازم تحقق عندي شرطين.
الشرط الاول رأسها هي نقطة الاصل، لان انا هرسم المحاور س شرطة وصاد شرطة، وبعتبر الضلع الابتدائي هو واو س. اي زاوية في الوضع القياسي ضلعها الابتدائي واو س. طب ورأسها نقطة الاصل، اذا تحقق الشرطين دول بقول الزاوية دي في الوضع القياسي. اتجاه الدوران لو ضد عقرب الساعة تبقى الزاوية كده موجب، لو ضد عقرب الساعة تبقى الزاوية بالسالب، وبناء عليه أنا أقدر أحدد إني واحدة في دول في الوضع القياسي. لو بصيت كده الزاوية دي الضلع الابتدائي محور السين الموجب، بس رأسها ليس نقطة الأصل، فبالتالي دي لا تكون زاوية في الوضع القياسي. دي تمام رأسها نقطة الأصل، لكن الضلع الابتدائي واو صاد طالع من محور الصاد. طب عرفت منين؟ السهم طالع كده، فدي برضو ما تنفعش. الأخيرة دي الضلع الابتدائي واو س، يعني الضلع محور السينات الموجب، والرأس الزاوية عند نقطة الأصل والاتجاه ماشي كده، دي تعتبر زاوية في الوضع القياسي، ودي بقول عليها زاوية في الوضع القياسي. تمام كده؟ بعد كده حددنا الارباع بتاعتنا، قلنا الزاوية بتاعتنا بنحدد بناء على الربع بتاعها. الربع الأول هي زاوية محصورة ما بين 0 و90 زي دي كده، أي زاوية محصورة ما بين 0 و90 بنسميها زاوية في الربع الأول. طب لو ما بين 90 و180، لأن هنا ده 0، دي 90، دي 180، 270، تلف دورة تاني تيجي عند 360. لو جت الضلع النهائي في الربع الثاني بقول الزاوية دي كده قياسها في الربع الثاني. الربع الثالث هي محصورة ما بين 180 إلى 270، ودي زاوية في الربع الثالث زي ما كاتبين كده. الربع الرابع هو ضلعها النهائي يقع ما بين 270 و360، وأقول عليها زاوية في الربع الرابع. طب إذا الزاوية جت على المحور نفسه، يعني بيجي بصفر لو جت هنا، أو ب90 على محور الصادات، أو 180 أو 270، أي زاوية من دول بنسميها زاوية محورية أو زاوية رباعية. هي لا تقع في الربع الأول، لأن الربع الأول أكبر من صفر وأقل من 90، ما تساويش صفر ولا تساوي 90، فدي بنسميها زوايا رباعية. بعد كده خدنا الزاوية المتكافئة. يعني إيه زاوية متكافئة؟ زاوية متكافئة يعني زاوية قياسها 30 كده، ده الضلع النهائي ممكن يلف لفه تاني ويرجع يجي في مكانه، فكأني ضفت دوره اللي هي بكام؟ 360. وممكن امشي ضد عقرب الساعه او مع عقرب الساعه، فممكن اضيف 360 او اطرح 360 في اي زاويه انت عايز الزاويه المكافئه ليها، يا تضيف 360 يا تطرح 360. زي هنا الزاويه 30 ضيف لها 360، هقول 30 زائد 360 هتدي لك 390، دي زاوية مكافئة لل30. أو أقول 30 ناقص 360 هتديك سالب 330، كأني لفيت ورجعت تاني مع عقرب الساعة، عشان كده هتطلع زاوية بالسالب. يبقى أي زاوية مكافئة أضيف لها عدد من الدورات سواء مع عقرب الساعة أو ضد عقرب الساعة. بعد كده خدنا إزاي أجيب الزاوية المكافئة. زي ما اتفقنا، طب انا هضيف دوره واحده، ممكن اضيف عدد من الدورات، فانت عندك زاويه موجبه ضيف لها عدد من الدورات او اطرح عدد من الدورات. مثال زاويه قياسها 60 درجه، هات لي قياس موجب مكافئ ليها. هروح ضايف لل60 دي 360 هتدي لك 420. ممكن اضيف لها دوره ثانيه، يعني ممكن اقول 60 زائد 2 في 360. خلي بالك النون ده عدد صحيح، يبقى كأنك كده هتضرب 2 في 360، يعني 60 زائد 720 هتدي لك 780. أو ممكن ال60 دي أضيف لها سالب 360 تدي لك سالب 300. أو أضيف دورة تاني بالسالب، أيا كان أنت ال 360 دي اضربها في عدد صحيح، ضيف عدد صحيح من الدورات أو اطرح عدد صحيح من الدورات تدي لك الزاوية المتكافئة. شرط إن النون دي عدد الدورات اللي أنت هتضيفها أو هتطرحها. عشان كده ممكن يدي لك مثال يقول لك زاوية قياسها 480 تقع في الربع. احنا اتفقنا الزاوية تقع فين؟ ربع. الربع الأول ما بين 0 و90، الثاني 90 و180، الثالث 180 270، الرابع 270 360. دي عدت ال 360، يبقى أطرح منها دورة أو الناقص 360 عشان أقدر أحدد الربع بتاعها. هنا هتدي لك 0 2 120. ال 120 دي فين ربع؟ في الربع الثاني، يبقى ال 480 دي اقول له كده تقع في الربع الثاني. يبقى لو الزاويه عدت ال 360 اطرح منها دوره دورتين لغايه ما توصل لزاويه محصوره ما بين 0 و 360، وبناء عليه اقدر احدد الربع بتاعها. طب لو زاويه بالسالب سالب 150 تقع فين ربع؟ مش هعرف فين ربع لانها زاويه بالسالب، هضطر اضيف لها دوره،
هضيف 360 هتدي لك 210. دي 210 يبقى السالب 150 دي تقع في الربع الثالث وهكذا. تمام؟ بعد كده خدنا القياس الستيني والقياس الدائري. القياس الستيني والقياس الدائري بيتكلم عن ايه؟ ان انا بقيس الزاويه بقياس دائري، اللي هو بعمل زاويه سيتا رأس الزاويه عند مركز الدايره، ضلعين هو اي ضلع منهم عباره عن نصف قطره، بالتالي الزاويه دي تعتبر زاويه مركزيه، يبقى زاويه سيتا دي زاويه مركزيه. والقانون اللي احنا بنشتغل بيه سيتا د بتساوي لام، لام ده اللي هو طول القوس على طول نصف القطر، ودي تعتبر نسبه زاويه لاي زاويه ثابته عندك فين في السيتا. بناء عليه لو انا عايز سيتا بقسم لام على نق، لو عايز نق لام على سيتا، لو عايز لام سيتا في نق، وبنشتغل بالمثلث ده. بس خلي بالك في ملحوظتين مهمين. الزاويه دي لازم يكون فيها شرطين، اولا قياس دائري يبقى لازم يكون بالقياس الدائري، الثاني شرط لازم تكون زاويه مركزيه. طب لو اعطى لي زاويه محيطيه، احنا خدنا علاقه في اعداد ان المحيطيه نصف المركزيه، يبقى لو اعطاني المحيطيه اضربها في كام؟ في 2 تديني المركزيه، وبناء عليه اقدر اطبق القانون او العلاقه اللي عندي دي. طيب عندي سيتا اللي هو قياس دائري زي ما قلنا، لام اللي هو طول القوس، نق اللي هو طول نصف قطر الدائره. عندنا وحده اسمها وحده قياس الزاويه النصف قطريه. ايه هي الزاويه النصف قطريه؟ لو حب يعرف الزاويه النصف قطريه، هي زاويه مركزيه زي ما اتفقنا طول نصف قطرها يساوي طول القوس، يعني نق جد طول القوس. وبناء لما هقسم سيتا د لام على نق، ما هي لام جد نق، فنق على نق يديني 1 راديان اللي هو القياس الدائري. تمام كده؟ عايزك تعرف العلاقه اللي انا هحاول ما بينها من 60 للدائري، بمعنى انا ممكن اديك زاويه قياسها 60 درجه واقول لك حول لي ال 60 درجه ديت لدائري. عندي زاويه قياسها 60 درجه، عايزين نحول ال 60 درجه دي لدائري. فين القانون اللي هيحول من 60 درجه لدائري؟ او عندي زاويه قياسها 1.3 دائري عايز احولها ل 60، اذا لازم يكون عندي قانون زي ما خدنا قبل كده احول من 60 لدائري او من دائري ل 60. القانون اللي عندي الاساسي س درجه على 180 بتساوي سيتا د على ب. س اللي هي القياس ال 60، 180 دي اللي احنا عارفينها 180 درجه، سيتا د اللي هو القياس الدائري، باي اللي هي ال 22 على 7 القيمه بتاعتنا. طيب مثال 60 درجه، حول ال 60 دي لقياس دائري، فهقول له ال 60 دي هتساوي سيتا د بتاعتها 60. هشتغل بالقانون ده، انا عايز سيتا د، فهقول له 60 على 180 في باي هتساوي صفر، هيروح مع صفر يبقى هتطلع 6 على 18 تطلع تلت باي، او بنكتب كده باي على التلاتة، يبقى ال 60 قياسها دائري باي على التلاتة. طب لو عندي زاوية زي ما قلنا 1.3 عايز احولها ل 60، هاخد القانون ده اقول س درجة هتساوي 1.3 في 180 درجة على باي، وهي تعمل شيفت كسبت اللي هي بالآلة وهتطلع الزاوية بتاعتك بالدرجات والدقيقة والثواني، وهنشوف مثال على الكلام ده دلوقتي. بس أنا عندي شوية ملحوظات مهمة. الباي قياسها بالستيني اللي هي 180 درجة، يعني لو زاوية قياسها 3 باي على 4 هنروح نشيل الباي دي كده نعوض عنها بكام؟ ب 180، لأن أنا هحول لأن ده قياس دائري أنا عايزه بالستين، هقول 3 في 180 على 4 هختصرها تطلع 135 درجة. ما تجيش تقول لي لا هي الباي مش ب 22 على 7، هي الباي قيمتها ب 22 على 7، بس انا لما احب اجيبها بقيمه الدائري، لكن لما احب احول الباي دي من دائري الى 60 اعوض عنها بكام؟ ب 180. مثال تاني زي الزاويه باي على الثلاثه اللي احنا خدناها، خدنا باي على الثلاثه اللي هي اصلا كانت كام؟ 60. شيل الباي دي حط مكانها 180 واقسم على الثلاثه تطلع ال 60 بتاعتك. يبقى لما ادي لك زاويه بالقياس الدائري بدلاله الباي هنشيل الباي نعوض عنها بكام؟ ب 180. وبناء على كده هنشوف ال 90 هتساوي كام؟ ال 270 هتساوي كام؟ بدلاله الباي. اذا كانت ال 180 هي باي يبقى معنى كده ان انا ال 90 درجه، وخلي بالك من الكلام ده لازم نبقى عارفينه، ال 90 درجه هي عباره عن باي على 2. ال 270 درجه هي 3 باي على 2. ال 360 هي 2 باي، والباي هي اصلا بكام؟ ب 180، ودي الزاويه الرباعيه اللي احنا خدناها. يبقى الزاويه الرباعيه بدلاله القياس الستيني 180 و90 وال 270 وال 360 هي
باي 180، باي على الاتنين 90، 3 باي على الاتنين 270، 2 باي اللي هي 360. عندي شوية ملحوظات تاني تخلي بالك منها. إذا أعطيتك الزاوية زي ما قلت لك بدلالة الباي، يمكن إجابة القياس على طول بالتعويض عن الباي بكام؟ ب 180. زي كده مثال 2 على 3 باي، شيل الباي تحط 180، 2 في 180 على 3 تطلع 120، ودي تكافئ الزاوية بالقياس ال 60. القانونين دول باخدهم كده على طول، بدل ما اقعد اعوض ممكن اشيل الباي زي ما اتفقنا ونحط 180. في ملحوظة، لو طلب منك الزاوية المحصورة بين عقربي الساعة والدقائق، يعني عطالك عقرب الساعات عند الساعة 3، عقرب الدقائق عند دقيقة 20، عايز الزاوية المحصورة اللي بينهم، هتضرب عدد الساعات في 30 ناقص عدد الدقائق في 5.5. لغاية كده تمام. القياس 60 والدائري، يبقى ببساطة خالص القياس 60 والدائري، وانت بتحول من قياس 60 لقياس دائري بالقانون دوت ببساطة. لو عندك زاوية بالقياس 60 عايز تحولها لدائري، هتعوض هنا 120 درجة مثلا، عايز تشوفها بكام دائري، هتقول 120 في باي على 180 بالآلة وتطلع معاك. طب لو عايز قياس دائري مثلا زاوية قياسها 1.4، روح واخد القانون ده، س درجة هتساوي 1.4 في 180 على باي بالآلة وتطلع القيمة. الدنيا سهلة وبسيطة، هو مجرد قانون انت هتحفظه، وهناخد أمثلة على الكلام ده كله دلوقتي ونشوف. بس أنا عايز أديك مثال على الملحوظة المهمة دي. لو بيقول لي عايز زاوية محصورة بين عقربي الساعة والدقائق، فأنا بشتغل بالقانون، لو عدد الساعات في 30 ناقص عدد الدقائق في 5.5 يدي لك الزاوية المحصورة، بس باخد خلي بالك القيمة المطلقة، يعني باخد القيمة الموجبة سواء طلعت سالب أو موجب. تعال ناخد على الكلام ده كده مثال وأوريك مثلا نحل دي إزاي. مثال بيقول لي اوجد الزاوية المحصورة بين عقرب الساعات والدقائق عند الساعة 4.5. طيب عدد الساعات 4، يبقى الساعات عددها 4، والدقائق عددها ونصف يعني 30. نعوض في القانون، يبقى الزاوية بتاعتنا هتساوي القيمة المطلقة، عدد الساعات 4 يبقى هقول 4 في 30 ناقص عدد الدقائق 30 في 5.5 بالآلة، وهطلع بس هاخد قيمة مطلقة. شوف الكلام ده كده هيطلع ازاي بالآلة. هضرب كده 30 في 4 ناقص 30 في 5.5، تطلع طبعا سالب 45. تاخد القيمة المطلقة يبقى تطلع الزاوية بتاعتك 45 درجة، وده القانون اللي بشتغل بيه ازاي اجيب الزاوية محصورة بين عقرب الدقائق وعقرب الساعات. تعال ناخد أمثلة بقى على الكلام ده كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. المثال الأول بيقول لي اوجد طول القوس الذي تحصره زاوية مركزية. أول حاجة خلي بالك دي زاوية مركزية، يبقى كده الشرط الأولاني اتحقق. قياسها 150. لا، القياس ال 150 ده مش هينفع، احنا قلنا القانون اللي عندنا اللي هو المثلث دوت، ادي كده لام سيتا د نق. قلنا لازم السيتا د تكون بالقياس ال 60 ولا الدائري؟ بالدائري، يعني دي لازم تكون دائري. ايه تاني؟ ولازم تكون مركزيه. الشرط الاولاني تحقق انها مركزيه، يبقى لازم ال 150 دي تكون قياس ايه؟ دائري. فانا لازم احول ال 150 دي لدائري، يبقى هقول سيتا د هتساوي س درجة على 180 في باي. ده القانون اللي احنا بنحل بيه. س درجة يعني 150 على 180 في باي. اختصر كده بالآلة وسيب، ممكن الباي زي ما هي، ممكن الصفر ده يروح مع الصفر، على التلاتة فيها الخمسة، على التلاتة فيها الستة، تبقى 5 باي على الستة، وسيبها بدلالة الباي لو هو طالبها بدلالة الباي. تعالى بقى هنعوض كده، نجيب طول. خلي بالك هنا مديك طولي برضو قطرها، خليك مفتح كده ومركز. انا بشتغل بنق طول القطر 20، يبقى النق بتاعتك نصها 10 سم، يبقى هو عايز منك طول القوس يعني لام. حسب القانون اللي هنا لام هتساوي سيتا د في مين؟ في نق. اضرب يا سيدي سيتا د اللي هي 5 باي على الستة في نق اللي هي كام؟ 10، تدي لك 50 باي على الستة. ممكن أعملها بالآلة كده، هضرب 5 أو 50 في شيفت سبت اللي هي الباي على 6، هتطلع 25 على 3 أو هتساوي 61 تقريبا، 61 آسف 26
2.2 سم، وكده انا جبت له طول القوس. يبقى ببساطه كده هو قانون بشتغل بيه، بس وانت بتحل ركز وعلى مهلك. الزاويه زي ما اتفقنا لازم تكون زاويه بالايه؟ بالقياس الدائري. اعطالك 60 هروح محول بالقياس الدائري. مدي لك طول القطر ولا نصف القطر؟ مديني طول القطر، يبقى اجيب نصف القطر. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي زاويه مركزيه في دائره طول نصف قطرها، او مديك نق حلو خالص كده. يبقى النق بكام؟ ب 8 سم. تحصر قوس طوله. هنا اعطاك طول القوس، اعطاني لام بكام؟ ب 12 سم. طالب منك الزاويه بالدائري وال60. طب القانون سيتا د، ادي المثلث بتاعنا. سيتا ادي لام، وادي سيتا د، وادي يا سيدي نق. هو عايز سيتا د، بس خلي بالك ده قياس دائري، القانون ده يطلع بالقياس الدائري. سيتا د هتساوي لام على نق من القانون، لام على نق اديني سيتا د. اختصر كده بقى، سيتا د لام بكام؟ ب 12 على نق ب 8 على الأربعة فيها التلاتة على الأربعة فيها الاتنين، هتدي لك 1.5 دائري. ده القياس الدائري. هو عايزه بالدائري والإيه؟ وال60. طب ال60 إيه القانون اللي بيحول؟ س درجة بتساوي سيتا د على باي، واضرب في كام؟ في 180. نعوض 1.5 على باي في 180 درجة بالآلة، وطلع تقريبا لأقرب درجة ودقيقة وثانية. يبقى هنضرب 1.5 في 180 على شيفت اكسبت اللي هي الباي، هتساوي هاتها بالدرجة والدقيقة، هتطلع تقريبا 85 درجة و56 دقيقة و37 ثانية. وكده أنا جبت له القياس الدائري والقياس ال60. يبقى هو القانون زي ما اتفقنا بنشتغل بيه. حدد فين اللام، فين النق، فين السيتا. شرط إن القانون ده لازم يكون السيتا دائري وإيه؟ وزاوية مركزية. قال لي زاوية محيطية زي ما اتفقنا هنضرب في كام؟ في 2، لأن المركزية ضعف المحيطية. تمام. السؤال اللي بعده اذكر الربع الذي تقع فيه الزاوية. هو دخل لك الدرس الأولاني بتاع الزاوية الموجهة بالارباع مع القياس الدائري وال60، وغالبا ده اللي بيجي في الامتحان، لأن عمره ما هيدي لك زاوية بالقياس الستيني مباشرة، إلا لو عطالك مثلا يقول لك زاوية سالب 390 درجة تقع في الربع الكامل، هيديها لك زاوية أكبر اللي هي زاوية مكافئة يعني، أو يديها لك بدلالة البعد. لكن عشان يدي لك سؤال كده يقول لك 45 تقع في ربع الكامل، ما يجيش الكلام ده في الامتحان. طيب هو اعطاني بدلاله الباي، عشان احول من دائري لستيني زي ما قلنا هنشيل الباي ببساطه كده، نحط مكانها كام؟ 180. يبقى الباي على التلاتة دي هتساوي 180 على التلاتة كام؟ 60. اذا الزاويه دي ربع اول، يبقى تقع في الربع الاول. تمام كده؟ حاجه كده سهله وبسيطه ما فيهاش مشكله، واسئله مهمه مساله امتحان، لان الامتحان دايما بيجيبها لك غالبا بنسبه كبيره بدلاله الباي. المثل اللي بعدها بيقول لي 2 باي على 3. طب ما هي 2 باي على 3 نفس الفكره، هنشيل الباي هنحط مكانها كام؟ 2 باي على 3. نشيل الباي نحط مكانها 180، يعني 2 في 180 على 3 بالآلة يا سيدي، واختصر او اختصر 3 ما دي فيها 60 في 2 تديك 120. طب 120 دي فين ربع يا ولاد؟ محصوره ما بين 0 و90 ولا بين 90 و180؟ ما بين 90 و180، يبقى ده الربع الايه؟ السالب. تمام كده؟ بصوا الاسئله سهله ما فيهاش فكره، مباشره. شيل الباي اعوض عنها ب 180. هنا مديها لي بالسالب، ده هنا بقى مديني زاويه مكافئه وبدلاله الدائري. بص ندخل كذا حاجه في بعضيها، برضو الكلام سهل مش صعب. اول حاجه نحول الدائري ل 60، بعد كده نحدد الربع بتاعها اذا ما كانتش هي موجبه. هنشيل الباي، سالب باي على 3. زي ما قلنا هنشيل الباي دي هنحط مكانها 180، بس ما تنساش في سالب، سالب 180 على 3 هتطلع سالب 60. حاسب واستنى، هي ال60 دي موجبه ولا سالبه؟ سالبه، وانا ما عنديش اصلا الارباع بحددها غير بالموجب. زي ما قلنا من 0 ل 90، من 90 ل 180 وهكذا. ما عنديش زاويه سالب، دي زاويه مكافئه المفروض ارجعها لاصلها. اروح ضايف لها كام؟ اضيف لها دوره. الدوره بكام يا رجاله؟ ب 360. ضيف لي دي 360 تدي لك 300 درجه. يبقى الزاويه سالب باي على 3 طلعت بالمكافاه ليها ب 60 300. حدد بقى يا سيدي الربع بتاعها. دي تقع فين الربع؟ الربع الرابع. ليه؟ محصوره ما بين 270
و360 يبقى دي ربع. آخر مسألة سالب 3 باي على 4، نفس الفكر هي. بص كده الدنيا بسيطة وسهلة، مفيش أي مشكلة. أنت كل اللي عليك بتحول، تشيل واحد، تشيل الباي تحط مكانها 180. طلعت زاوية في الربع بتاعها خير، ما طلعتش في الربع بتاعها تطرح منها دورة، تزود لها دورة حسب الربع بتاعها. أزيد من 360 هطرح دورة 2، أقل من سالب 360 هضيف 360 بالموجب وهطرح 360 بالسالب حسب السؤال المدهون. المسألة اللي بعديها بيقول لي سالب 3 باي على 4، نفس الفكرة. سالب 3 باي على 4، هنشيل الباي وقلنا هنحط مكانها كام؟ 180، يبقى سالب 3 في 180 على 4 هتديني سالب 135. حاسب الزاوية بالسالب نفس اللي فات، مش هعرف احدد الربع غير لما تكون موجب ومحصورة ما بين 0 و 360. فالزاوية دي بالسالب هضيف لها دورة، الدورة بتاعتنا بكام؟ يبقى سالب 135. الدورة بكام؟ 360. ضيف لي دي سالب 300 سالب 135 هنحط لها 360 تدي لك 225. 225 دي محصورة ما بين 180 و 270، إذا ده ربع سادس. أظن الأسئلة مباشرة وسهلة وبسيطة. يبقى احنا كده ربطنا درسين مع بعض، القياس الدائري والستيني بالزاوية الموجهة والارباع. تمام كده؟ يبقى الربع الأول خليك فاكر من كام لكام؟ من 0 ل 90، الربع الثاني من 90 ل 180، الثالث من 180 ل 270، الرابع من 270 ل 360. لازم الزاوية تكون موجبة ومحصورة ما بين 0 و 360. عطاها لي بالقياس الدائري اللي انا بحول من دائري ل 60، بنشيل الباي نحط مكانها 180 تطلع بال60 وحدد الربع بتاعها. اظن الكلام سهل وبسيط، دي اسئله بس مباشره، مجرد بس بنفتكر قوانين نحل بيها ازاي. لكن الاسئله وافكارها بمستوياتها البسيطه والاعلى هنشوفها في التمرين لما ناخد تمارين شامله ان شاء الله كده مع بعض كله. الدرس اللي بعديه كان بيتكلم عن الدوال المثلثيه. اعتقد انت خدت الدوال المثلثيه كده فين؟ في ثالثه اعدادي، بس خدت 3 نسب بسيطه، جا، جتا، ظا. بس في ناس بتعرف الجا ومش عارفه اسمها. جا اسمها داله الجيب او جيب الزاويه، جتا اسمها جيب تمام الزاويه، ظا ظل الزاويه. فعشان ما حدش يجي كده في السؤال يقول لك ايه وكان يجيب الزاويه كذا فانت مش عارف يعني يجيب الزاويه. جا اللي هو جيب الزاويه، جتا جيب تمام الزاويه، ظا اللي هو ظل الزاويه. وخدت في اعدادي برضو ان لما يكون عندي مثلث قائم هو اللي بقدر اجيب منه الجا والجتا والظا. طب المثلث القائم بتاعك اللي هو ايه؟ مقابل، مجاور، وتر. بس المقابل والمجاور بيتغيروا حسب الزاويه. يعني انا لو واخد زاويه ج يبقى المقابل لها ا ب، والمجاور ب ج. الوتر ده ثابت مش بيتغير. طب لو انا خدت زاويه ا، لا ا يبقى المقابل ب ج والمجاور ا ب. حسب الزاويه بتحدد المقابل والمجاور. اظن الكلام سهل وانت خدت الكلام ده في اعدادي. امال ايه الزياده اللي احنا هناخده؟ ان الزياده اللي انت خدت الدوله المثلثيه دي اسمها الدوله المثلثيه الاساسيه. في حاجه اسمها مقلوبات الدوال، يعني كل داله من دول بجيب المعكوس الضرب بتاعها اسمه مقلوب الزاويه او مقلوب النسب الزاويه. زي ايه؟ سيادتك انت خدت الجا مقلوبها قطا، والجتا مقلوبها قا، والظا مقلوبها زتا. يعني الجا دي انت بتاخد المقابل على الوتر. لو انا خدت الجا دي رحت قلت لك هات لي مقلوبها هتقول لي مين؟ قطا ج. بدل ما هقول ا ب على ا ج هقول ا ج على ا، الوتر على المقابل. الجتا مقلوبها مين؟ مقلوبها قا، يبقى الجتا دي مقلوبها قا ج، وهتساوي زي ما قلنا هنا ديت الوتر على المقابل. هنا القاء هيبقى الوتر على المجاور. طب الظا مقلوبها مين؟ زتا. شكلك بدل المقابل على المجاور هيبقى المجاور على المقابل. وعلى فكره ممكن نكتب كده زي ما قلنا القاء 1 على جتا، او القطا 1 على جا، او الزتا 1 على ظا. تعال بس نبدا كده مع بعض. وخلي بالك الدوال المثلثيه ده اساس شغل حساب المثلثات. يعني الدروس اللي جايه حساب المثلثات والزاويه المنتسبه والاشارات بتاعتها والكلام ده يعتبر اساس حساب المثلثات. وعلى اساس كمان في حته مهمه ان انت هتدرس رياضه. طول ما انت بتدرس اي فرع تاني في الرياضه هتلقى حساب المثلثات خصوصا الدوال والعلاقات اللي بينهم داخله في كل الفروع التانيه، فدروس مهمه.
حاول تخلي بالك وتركز كده، هي مش صعبة ولا فيها مشكلة، هي بس شوية علاقات عايزة تحفظ مع شوية تركيز منك هتلقى الدنيا سهلة. أي حد مش فاكر أو الكلام ده كله خليك معايا كده وببساطة هنفتكر وهنراجع وهتلقى الدنيا بسيطة وسهلة إن شاء الله. أول حاجة بنتكلم عن الدوال المثلثية الأساسية زي ما اتفقنا اللي هي الجا والجتا والظا، وزي ما قلت لك جيب تمام الزاوية اللي هي جتا اللي هي بنسميها س، ودي بنسميها دايرة الوحدة. لو أنت فاكر يعني إيه دايرة الوحدة، هي دايرة مركزها نقطة الأصل طول نصف قطرها وحدة الأطوال واحد. رحنا خدنا الزاوية دي خليناها زاوية، تفتكر في الباب الأول في الدرس الأولاني كنا بنقول زاوية في الوضع الإيه؟ القياسي. يعني إيه زاوية في الوضع القياسي؟ ضلعها الابتدائي محور السين رأسها نقطة الأصل، وده الضلع النهائي بتاعها. الضلع النهائي ده قطع دايرة الوحدة في نقطة سميناها مين؟ س وص. أسقطنا عمود بيجي عند المثلث واو ب وسمي النقطة دي كده ألف، يبقى واو ب ألف، وده مثلث قائم الزاوية. لو خدنا سيتا مين المقابل ليها؟ ص، المجاور ليها س. الوتر طوله واحد لأن سميناها دايرة الوحدة، يعني دايرة طول نص قطرها وحدة الأطوال. لما نجيب جتا سيتا من هنا، جتا سيتا هتساوي المجاور على الوتر، يعني هتساوي س على واحد، فس على الواحد اللي هي بس، عشان كده جتا سيتا بتساوي س. طب هات لي جا سيتا المقابل على الوتر، المقابل ص على واحد يبقى ص، يبقى الس جتا سيتا والصاد جا سيتا. مهمين دول خالص يا ولاد وركز معايا، الكلام ده اساس شغلك كله في حساب مثلثات. طيب الظا بتساوي المقابل على المجاور، المقابل اللي هو مين؟ ص، المجاور اللي هو س. طب ما ص اللي هي تعتبر مين؟ على فكره دي ممكن تتكتب بشكل تاني وخدتها يمكن في اعداد، ان ظا سيتا بتساوي ص على س. طب ما الصاد اللي هي مين يا رجاله؟ اللي هي جا سيتا، والسين اللي هي مين؟ جتا سيتا. يبقى خلي بالك الظا سيتا ممكن اكتبها بدلاله الجا والجتا، ودي مهمه. العلاقه اللي تربط بين الظا والجا والجتا ان ظا سيتا بتساوي جا على جتا، جا سيتا على جتا سيتا. طيب ايه اللي احنا عايزينه كمان من دايره الوحده؟ هو مش المثلث ده مثلث قائم؟ فيثاغورس ان الضلع ده تربيع س تربيع زائد ص تربيع يساوي الوتر، الوتر بكام؟ بواحد. يعني معنى كده س تربيع زائد ص تربيع بكام؟ بواحد. ودي اهم واول علاقه عندك في حساب المثلث، ودي مهمه خالص. تعالى كده نعوض عن السين والصاد بدلاله الجا والجتا. هي السين مين؟ جتا، والصاد جا، يعني انا ممكن اشيل السين دي واحط مكانها مين؟ جا. السين جتا تربيع سيتا زائد الصاد اللي هي جا تربيع سيتا بتساوي واحد، ودي العلاقه الاساسيه بتاعت حساب مثلثات اللي رابطه الجتا بالجا، عشان نكمل عليها كمان في الترم الثاني. الكلام ده مهم خالص. حساب مثلثات مرتبطه بالترم الثاني، اللي شاطر في حساب مثلثات الترم الاول هيلقى الترم الثاني بالنسبه له سهل لانه هو تراكمي، بالذات حساب المثلثات. فخلي بالك وركز، الدنيا هتبقى كده ان شاء الله بسيطه وسهله باذن الله. يبقى نلم كده بسرعه ايه اللي عندي في الدوال المثلثيه. اتفقنا عندنا الثلاث دوال الاساسيه، دا اللي هي جيب الزاويه، جتا جيب تمام الزاويه، ظا اللي هو ظل الزاويه. ركز كده وخلي بالك معايا. ومقلوباتهم قلنا الجا مقلوبات قطا، الجتا مقلوبها قا. خلي بالك اللي ما فيهاش تحط لها تي، يعني الجا تبقى قطا، الجتا تبقى قا، الظا تبقى مقلوبها زقا. تمام؟ وخدنا العلاقه اللي تربطهم مع بعض اللي هي دايره الوحده، ودي بنسميها النسب المثلثيه. ان س تربيع زائد ص تربيع بواحد، السين تساوي جتا، اوعى تنسى السين جتا والصاد جا، اوعى تلخبطهم، خليك فاكر السين اللي هي دي جتا والصاد اللي هي جا. العلاقه اللي تربطهم س تربيع زائد ص تربيع بواحد، جتا تربيع هنعوض اللي هي مكان السين زائد جا تربيع اللي هي مكان الصاد بتساوي واحد، ودي العلاقه الاساسيه بتاعتنا. تمام كده؟ طيب بص معايا كده في اللي بعديها. الدوال المثلثيه دي لها اشارات. يعني ايه؟ يعني عايز اعرف الجا موجبه فين؟ انت خدت في اعدادي كل النسب في الربع الاول كنت تشتغل بالزاويه الحاده. طب ما احنا دلوقتي اشتغلنا في زاويه حاده، ممكن زاويه تقع في الربع الثاني اللي فيها محصوره ما بين 90 و180، او الربع الثالث، فانا بيجي عندي جا وجتا وظا. تعالى كده بسرعه كده افتكر. جتا سيتا اللي هي تمثل مين؟ س، وجا سيتا اللي هي تمثل مين؟ ص. فلما اقول لك س موجبه وصاد موجبه يبقى الجا والجتا موجبتين. طب والظا اللي هي كانت مين؟ ظا سيتا اللي هي كانت صاد على س او جا على جتا. فلو السين والصاد موجبتين يبقى الظا برضه موجبه، عشان كده السين موجب والصاد موجب، يبقى كل الدوال موجبه عندك في الربع الاول. يعني الظا
والجا والجتا في الربع الاول ما بين 0 و90 موجب. عندك طريقتين تحفظهم، يا تحفظها بالسين والصاد على اساس ان انا كتبت كده س وصاد اللي هي بتساوي مين؟ جتا سيتا وجا سيتا. فلو س وصاد موجبتين يبقى السين اللي هي تمثل جتا والصاد تمثل جا، يبقى الاثنين بالموجب. طب في الربع الثاني س بالسالب، محور السين السالب والصاد موجب. طب لما تبقى س سالب وصاد موجب، طب ما السين سالب يعني الجتا سالب والجا موجب. طب والظا، ما لو واحده منهم سالبه هتقسم موجب على سالب هتديك سالب، فبالتالي هتطلع سالب. فممكن نقول هنا كده موجب وموجب اللي هي السين والصاد، هنا سالب وموجب. طب والربع الثالث السين بالسالب هتمشي كده سالب والصاد بالسالب، بالتالي السين سالب يعني الجتا سالب، الصاد سالب يعني الجا سالب. طب والظا حاسب، انت بتكسب سالب على سالب هتديك ايه؟ موجب. فتعتبر هنا سالب وسالب، ولما اقسم سالب على سالب اللي هي صاد على س هتديني موجب. عشان كده الربع الاول كل النسب موجب. الربع الثاني انا ما عنديش غير مين اللي بالموجب بس؟ الجا، لكن الجتا والظا هتبقى بالسالب، يبقى ما فيش غير الجا والقطع لان الجا مقلوبها قطع. طب الربع الثالث س بالسالب وصاد بالسالب، يعني معنى كده الجا سالبه والجتا سالبه، بس لما بقسم جا على جتا بتديني موجب، فتديني الظا بس ومقلوبها اللي هي زتا. تعالى الربع الاخير الرابع س موجب والصاد سالب، يعني موجب وسالب. طب موجب يبقى السين موجبه اللي هي تمثل مين؟ جتا، والصاد سالبه تمثل الجا. طب والظا، ما انت بتقسم صاد على س هتطلع برضه بالايه؟ بالسالب. يبقى مين اللي موجب في الربع الرابع؟ جتا. كانوا بيحفظوا لنا كده واحنا طلبه كل جبار ظالم جته ده، جا كل جا ظا جتا. احفظها بالشكل ده او بالاشارات، موجب وموجب، سالب وموجب، سالب وسالب، موجب وسالب. ولو عايز تجيب الظا اقسم موجب على موجب يديك الظا، موجب على سالب يديك الظا بالسالب، سالب على سالب يديك الظا بالموجب، سالب على موجب تديك الظا بالسالب. والسين خليك فاكر اللي هي جتا، والصاد اللي هي جا، ودي تعتبر اشاره الدوائر المثلثيه. اقول لك على حاجه تاني، لو انت نسيت خالص قاعده شرط، مع ان المفروض انت تبقى شاطر وعارف وفاهم الكلام ده كله. عطالك زاويه مش عارف في الربع الرابع موجب الجا ولا الجات ولا الصاد، بلال حط اي زاويه في الربع الرابع، مثلا 300، هات الساين بتاعتها تلاقيها طلعت بالسالب، هات الكوزاين هتلاقيها بالموجب، هات الظا هتلاقيها بالسالب. بس ده مش حلو لانك انت كده بتعتمد على الاله، انا عايزك تبقى فاهم وعارف الاشارات جت ازاي. يبقى كده يا رجاله هنبدا نحفظ الاشارات. يبقى عندك كذا طريقه هقول لك عليها تحفظ بيها الاشارات ازاي. الطريقه الاولى بالسين والصاد، زي ما اتفقنا السين تمثل جتا والصاد تمثل جا، س موجب صاد موجب، جا وجتا موجبتين وجسمتهم موجب، يبقى كل النسب موجبه. الربع الثاني س سالب يعني الجتا سالبه الجا موجبه، وبالتالي طالما موجب وسالب لما تقسمهم من صاد تدي لك سالب. الربع الثالث س سالب وصاد سالب، فبيبقى الجتا سالبه والصاد سالبه، لما تقسم سالب على سالب اللي هي ظا تديك موجب، يبقى هنا الجا والجتا سالبتين والظا موجب. وهكذا الربع الرابع س موجب وصاد سالب، يعني الجتا موجبه والجا سالبه، تقسم سالب على موجب تديك الظا بالسالب. كده الاشارات بتاعتك يا تحفظها بالسين والصاد يا تحفظها بالقانون. كل النسب هنا الجا والقطة طبعا احفظ واحده مقلوبها قطة زي ما اتفقنا، اللي ما فيهاش تي مقلوبها في تي، يعني الجا مقلوبها قطة، الجتا مقلوبها قا، الظا مقلوبها زتا. يبقى الربع الاول كل النسب، الربع الثاني الجا، الربع الثالث الظا، الربع الرابع الجتا. وهقول لك على طريقه ثانيه تحفظ بيها رجاله كده تخلي بالها معايا. ممكن نحفظ بطريقه كده سهله وبسيطه، كل جبار ظالم جته ده، دي تعتبر طريقه تحفظ بيها كل جبار ظالم جته ده. والبنات عشان ما تزعلش ممكن نحفظها بطريقه تاني، كل جميله ظريفه جاتها عريس، وربنا كده يسهل للناس كلها باذن الله. تمام، كل جميله ظريفه جاتها عريس. يا اما بقى لو غلبت خالص خالص في الحته دي معاك الاله، بس دي طريقه يعني مش حلوه، بس انا هقول لك برضو غلبت هتعمل ايه. عندك زاويه قياسها 300، عايز تعرف الجا فيها موجبه ولا سالبه، ولا يعني عايز تعرف الجا موجبه في الربع الرابع ولا سالب. هات زاويه في الربع الرابع 300، اكتب ساين 300 كوزاين 300 تان 300، هتطلع الموجب، يبقى انت عرفت موجبه فين وسالبه فين. وبكده احنا حددنا اشارات الارباع بتاعتنا، مهمه وطريقه
سهله تقدر تحفظ بيها ايا كان اللي انت عايز تحفظ بيه، يا اما بالسين والصاد، يا اما زي ما قلت لك كل جبار ظالم جاته داهيه تحفظ بيها كده، او بالاله كده ممكن تحدد الربع الموجب والربع السالب. تمام؟ طيب، عندي شويه ملحوظات مهمه. الزوايا الرباعيه اللي هي تقع على المحاور دي مهمه، وحفظها سهل مش صعب. يعني مثلا يقول لك هات لي جا صفر، جتا صفر، ظا 90، ظا 90، ظا 180، وهكذا. انا ممكن اجيبها بالاله، بس انا هقول لك على طريقه سهله نحفظ بيها. هي الزاويه الرباعيه ايه؟ على محور السين او محور الصاد. يعني الزاويه اللي هنا صفر، والزاويه اللي هنا 90، والزاويه اللي هنا 180، واللي هنا 270، ولفيت تاني 360. انا مديك س وصاد. هي السين تمثل مين؟ س جتا صفر، يعني جتا صفر بواحد، جا صفر بصفر. طب وذا صفر، اقسم صاد على س دي لك صفر. طب هنا س تبقى جتا 90، الصاد جا 90، يعني جتا 90 بصفر، جا 90 بواحد. طب وذا 90 لما تعملها على آلة تدي لك ايرور. عارف ليه عطت ايرور؟ لانك هتقسم صاد على س، فبتقسم واحد على صفر، قسمه غير معروف، غير يعني مش هنعرف القسمه، يعني واحد على صفر كميه غير معرفه، فبالتالي الاله بتعمل لك ايرور. تعالى هنا، س تمثل جتا، يعني جتا 180 بسالب واحد، جا 180 بصفر. طب وظا 180 اقسم صفر على سالب واحد تديك صفر. وبالمثل جتا 270 صفر، جا 270 بسالب واحد، ظا 270 زي ال 90 تدي لك غير معرف. يبقى انا ممكن احفظها بدايره الوحده كده، او عايز تحفظها كقانون جتا صفر هي جتا 360، جا صفر هي جا 360، لان ال 360 كانت ضفت دوره على الصفر اهي. ظا صفر بظا 360 بصفر، جتا 90 بصفر، جا 90. انا عاملهم لك في جدول، لكن عايز تحفظهم انا بقول بالدايره وبالشكل الهندسي. انا كده حفظتهم مسالين. غلبت خالص بالاله، هتكتب ساين صفر، ساين 90 زي ما انت عايزها، تطلع لك الزاويه اللي انت عايزها. يبقى كده انا عرفت الزوايا الرباعيه النسب بتاعتها او الدوال المثلثيه بتاعتها بكام، جا جتا ظا. رجاله الدنيا بسيطه كده وسهله وعلى مهلك. وخلي بالك حساب مثلثات تستغله بالله، لان اصلا امتحان الترم الاسئله المقاليه مش حساب مثلثات، هو سؤال جبر مقالي وسؤال هندسه مقالي، والهندسه مش في الباب الاول في التشابه، ده في الباب الثاني اللي هو التناسب. طيب، بعد كده احنا خدنا الزوايا الخاصه، وغالبيتهم انت خدتهم فين؟ في اعدادي، اللي هي ال 30 وال 60 وال 45. يعني عندي زاويه 30 وال 60 وال 45 دي زوايا خاصه، اللي ضفناهم اللي هي الصفر والمكافاه ليها 360 او 90 او 180 او 270. دي الزوايا الرباعيه اللي زادت عليها. الزاويه الرباعيه انا قلت لك ممكن تحفظها بالدايره. طب ودول ممكن احفظهم او ممكن تحفظ الجدول. ممكن اقول لك على حاجه تاني سهله، ان انت كل زاويه من دول ارسم لها مثلث. بمعنى يعني ال 30 وال 60 هرسم مثلث 30 60، ادي زاويه قائمه، دي 30 يبقى دي 60، يعني الزاويتين 30 و 60 رسمتهم في مثلث واحد. وافتكر حاجه كده خدتها، اسف دي ال 60 دي، حاجه كده خدتها فين؟ في اعدادي. كان الاستاذ كده يقول لك ايه؟ الزاويه ال 30 في المثلث القائم الضلع المقابل لها نص الوتر. يعني الضلع المقابل لزاويه 30 نص، يعني ده لو طوله واحد يبقى الوتر طوله 2. طب والضلع الثالث ده اجيبه ازاي؟ جذر 3 فيثاغورس، ده تربيع ناقص ده تربيع تحت الجذر يطلع جذر 3. هات لي جا 30. ما انت حافظ القانون، جا 30 المقابل على الوتر يعني نص. اها، جا 30 جا سيتا 30 بنص. طب هات لي جتا 30. جتا 30 هتساوي المجاور على الوتر جذر 3 على 2. ظا 30 المقابل على المجاور، يعني ظا 30 هتساوي 1 على جذر 3. على فكره ممكن تلقاها جذر 3 على 3 لو كتبتها على هي. يبقى انا ممكن احفظ مثلث 30 60 اطلع منه الجا والجتا والظا. طب لو عايز جا 60، هنا 60 بيجي المقابل ده. فاكر في الاول انا قلت لك ايه؟ المقابل مش ثابت ولا المجاور ثابت، اللي ثابت الوتر. المقابل بيتغير على حسب الزاويه. يعني انا لو خدت الزاويه 30 المقابل لها 1، لو خدت الزاويه 60 المقابل لها كام؟ جذر 3. ده لما اقول لك هات لي جا 60 هتقول لي المقابل ليها جذر 3 على الوتر 2، وهكذا. يبقى الزاويه 30 و60 ممكن احفظها بمثلث او بالاله. هات جا 30 جتا 30 زي ما انت عايز، هتطلع بالاله.
طب والمثلث بتاع الزاويه 45 هو مثلث واحد بس، هتروح راسم كده، نمسح الكلام ده كده، اوري لك لو المثلث 45 هنجيب الكلام ده ازاي. لو عندي مثلث زاويه قائمه دي 45، هو لما يبقى المثلث قائم في زاويه 45 يبقى الزاويه الثانيه بكام؟ 45، يبقى معنى كده ده مثلث ايه؟ متساوي الساقين، لان دي برضه ب 45 ودي 90، يبقى المثلث ده متساوي الساقين. يعني ايه؟ يعني الضلعين دول قد بعض، افرض ده بواحد وده بواحد، يبقى الضلع الثالث بكام؟ فيثاغورس ده تربيع زائد ده تربيع يدي لك جذر 2. ادي الاضلاع بتاعتي، هات لي كده جا 45 زي اللي فات، المقابل على 1 على جذر 2. طب جاتا 45 تساوي المجاور على الوتر 1 على جذر 2. طب ظا 45 هتساوي المقابل على المجاور 1، وهكذا. جبت الجا والجاتا والظا هم حفظت بالجدول ماشي، حفظت بالمثلث ماشي، براحتك. الطريقة سهلة وبسيطة، هي الفكرة ان انت لازم تعرف الكلام ده كله. احنا زي ما اتفقنا احنا بنفتكر مع بعض، بنراجع كده مع بعض قوانين وافكار. في المسائل والتمرين هنبدأ نحل بطريقة اسهل واحسن، وهوريك تحل ازاي بالآلة او من غير الآلة وتشتغل ازاي. لكن انا بس عايزك تفتكر معايا اللي انت خدته، سواء انت بقى كنت فاكر او ناسي مش مشكلة. هنبدأ كده واحدة واحدة كده ونفتكر قوانيننا والعلاقات بتاعتنا. طيب ايه اللي بعد كده يا رجاله؟ امثله. ناخد مثال ده مهم خالص، لان دي امثله يعني ممكن يجيبها لك كده في الامتحانات. يقول لك اذا كانت ب هي نقطه تقاطع الضلع النهائي لزاويه موجهه قياسها سيتا في الوضع القياسي مع دائره الوحده. خلي بالك مهم حته دائره الوحده احنا خدناها. يعني ادي كده دائره الوحده اللي هي نصف قطرها كام؟ 1، والضلع النهائي ده، الضلع النهائي ده رسمته كده راح قطع دي في النقطه ب. طب احداثيات ب كام؟ س ونص. عايز يعرف الزاويه دي كام. ده ممكن يقول لك بص بقى دخل لك المساله دي في الزاويه المنتسبه اللي هنشوفها بعد كده، يقول لك هات لي جا 90 زائد سيتا، جاتا 180 ناقص سيتا وكذا. عشان كده السؤال ده مهم بتاع دائره الوحده. طيب هو انا عايز اجيب س، اجيب س ازاي؟ ما انا في علاقه تربط النقطه بتاعت دائره الوحده. اي نقطه على دائره الوحده هي س وصاد، العلاقه اللي تربطهم ان س تربيع زائد صاد تربيع بتساوي 1. دي العلاقه اللي تربطهم. طب هي مين السين؟ افتكر معايا السين اللي هي جاتا سيتا، والصاد اللي هي جا سيتا. اذا الجاتا والجا عباره عن س وصاد. تعالى هات لي بقى السين، س تربيع هتساوي الصاد اللي هي نص اربعها يبقى زائد نص تربيع. الكلام ده هيساوي كام؟ 1. يعني س تربيع مربع نص ربع هتساوي 1. نطلع الربع بره بالايه؟ بالسالب. يبقى السين تربيع انا مش عندي، الصاد عوضت عنها بنص ربعتها بقيت ربع، هطلع الربع بره يطرح من الواحد. يبقى س تربيع بكام؟ 1 ناقص ربع هتديني 3 على 4. بس خلي بالك دي س تربيع، انا عايز س، فهقول له كده س هتساوي جذر 3 على 4 يعني جذر 3 على 2 بس موجب وسالب. طب اخد الموجب ولا السالب؟ مش انت اللي هتقول، اللي هيقول هو اللي هيحدد لك في السؤال مين الموجب ومين السالب. هيحدد لك ازاي؟ بطريقتين او احدى الطريقتين بمعنى صح. يا اما يقول لك حيث س اكبر من الصفر او اقل من الصفر، شكرا دي كده مباشره وسهله وبسيطه. هو قال لك س موجب هتاخد الموجب، س سالب هتاخد السالب، خلصت. يا اما يغلس عليك سنه شويه يقول لك ايه؟ طب بص كده السيتا دي محصوره ما بين 90 و180 يعني في الربع الايه؟ الثاني. هنا بقى عايزك تفتكر الاشارات وتحدد اشارات الدوال، وممكن من غير اشارات الدوال بالسين والصاد. هي لما تبقى في الربع الثاني، في الربع الثاني س موجب وصاد سالب. السين موجب، اسف، في الربع الثاني س سالب وصاد موجب في الربع الثاني. يبقى السين سالب والصاد ايه هنا؟ موجب. السين سالب والصاد هنا عطالك موجب، يبقى في الحاله دي هاخد السين بالسالب ولا بالموجب؟ لا هاخد السين بالسالب. يبقى السين بتاعتنا سالب جذر 3 على 2 وكده انا جبت قيمه السين. يبقى جاتا سيتا هتساوي كام؟ يبقى جاتا سيتا هتساوي سالب جذر 3 على 2. جا سيتا هتساوي نص، هو مديها لي. طب لو عايز ظا، عايز جميع الدوال جا وجاتا وظا، الظا هتساوي ايه؟
ظا سيتا هتساوي ص على س، أو جا سيتا على جتا سيتا. اقسم جا اللي هي نص على، اعمل على كده جذر 3 على الاتنين بالسالب، هتلقاها تطلع سالب 1 على جذر 3. جبت الظا. هو عايز كل الدوال يعني بما فيها المقلوبات. طب ما الجتا مقلوبها مين؟ قا، يبقى معنى كده قا سيتا هتساوي مقلوب دي، يبقى 2 على جذر 3 بالسالب. الجا مقلوبها قطع، يبقى قطع سيتا، هات لي مقلوب النص يبقى 2 على 1. هات لي الظا مقلوبها زتا، يبقى زتا سيتا مقلوب دي يبقى جذر 3 بالسالب على 1. وكده جبت الجا والجتا. ركزوا خلي بالك معايا، نعيد من تاني. لو عطاني دايره بتاعت الوحده وقال لي ضلعها النهائي يقطع دايره الوحده في النقطه س وص، خلي بالك العلاقه اللي تربط النقطه اللي على دايره الوحده هي العلاقه بتاعتك دي، س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 1. يعني ده تربيع زائد ده تربيع بواحد، واجيب المجهول اللي عندي. بس لما هجيب المجهول هاخد يا موجب يا سالب. مين اللي بيحدد الموجب والسالب؟ زي ما اتفقنا، يا اما هو هيقول لك س او الصاد دي اكبر او اقل من صفر، او يقول لك الربع، وانت هتحدد الربع بناء عليه. فاكر الارباع اللي لسه واخدينها؟ هي دي. هنا ربع اول موجب وموجب، ربع تاني سالب وموجب، سالب وسالب، ربع رابع موجب وسالب، وبناء تحدد هاخد الموجب او السالب حسب ما هيحدد لك الربع بتاعك. وكده احنا جبنا جميع الدوائر المثلثيه. مثال تاني بيقول اذا كانت السيتا محصوره ما بين كام وكام؟ 270 و 360، يعني ربع ايه؟ الربع الرابع. تمام. واعطاني جاي سيتا سالب 5 على 13. اوجد جميع النسب المثلثيه للزاويه سيتا. هقول لك على طريقتين سهلين للحل. ركز كده وخلي بالك، لان ايه؟ في طريقتين، طريقه بدايره الوحده وطريقه من غير دايره الوحده. دي تعتبر جا سيتا اللي هي مين؟ صاد ولا س؟ جا سيتا اللي هي صاد، يعني الصاد عطاها لك اللي هي جا سيتا بسالب 5 على 13. تمام. جتا سيتا اللي هي س مش عندي. طب ايه العلاقه اللي تربط س بصاد؟ ان جا تربيع زائد جتا تربيع بواحد، يعني اللي هي كانت اصلا س تربيع زائد ص تربيع بواحد، اللي هي جتا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا بواحد. الجتا مش عندي، يبقى هكتب كده جتا سيتا تربيع زائد الجا اللي هي الص 5 على 13 هربعها تبقى 25 على 169. الكلام ده بيساوي 1. خلي بالك لما تربع هتشيل السالب. هنطلع دي بره، يبقى جتا تربيع سيتا 1 ناقص 25 على 169، هتختصر دي هتطلع 144 على 169. هناخد ايه؟ الجذر. شطار. تمام. هات لي الجذر. جتا سيتا ناخد الجذر وخلاص، ولا زي ما قلنا ناخد الموجب والسالب؟ تمام، ناخد الموجب والسالب. موجب وسالب 12 على 13 ونستنى. طيب ناخد الموجب ولا السالب؟ هو هيحدد. هو قال لك الزاويه دي في الربع الرابع. طب الجتا دي تمثل مين؟ تمثل السين. او الجتا في الربع الرابع موجب، كل جبار ظالم جاته ده. جتا في الربع الرابع موجب، فهاخد الموجب، يبقى جتا سيتا هنا هتساوي 12 على 13. نسيت اعمل كده الارباع بتاعتك بالسين والصاد، موجب وموجب، سالب وموجب، سالب وسالب، موجب وسالب. هو قال لك ازاي في الربع الرابع؟ يبقى السين موجب والصاد تعتبر ايه؟ سالب. فانت عندك هنا الجا بالسالب، عشان كده بالسالب. طب والسين اللي هي جت هضطر اخد الاشاره الموجب، يبقى انا كده جبت النسب بتاعتي. يبقى جا سيتا سالب 5 على 13، جتا سيتا هتساوي 12 على 13، ظا سيتا هتساوي دي على جتا يعني سالب 5 على 13، اعمل على كده 12 على 13 هتطلع سالب 5 على 12. جبت الجا والجتا والظا، هات مقلوباتها. مقلوباتها يعني ايه؟ الجا مقلوبها مين؟ قطع، يبقى قطع سيتا هات مقلوب دي سالب 13 على 5. الجتا مقلوبها قا سيتا 13 على 12. الظا مقلوبها زتا سيتا بدل 5 على 12 تبقى سالب 12 على 5. وكده انا جبت النسب بتاعتي بدلاله دايره الوحده. طب ايه الحل التاني او الطريقه التانيه؟ الطريقه التانيه
هاخد الجا دي كده وارسم لها مثلث قائم، مش هرسم في الارباع، هرسم مثلث لوحده بره. انا ممكن ارسم في الارباع واعمل لها الارباع، بس انا هقول لك على طريقه اسهل من الارباع. ادي المثلث بتاعنا، وهتحط لي هنا سيتا، ودي الزاويه قائمه. هو اعطاني جا سيتا، الجا اللي هي مين؟ المقابل على الوتر، شطار. المقابل 5، الوتر 13. تقول لي طب يا استاذ ده في سالب، سيبك من السالب، ما تحط السالب، مالكش دعوه بالسالب خالص، لان انا رسمت المثلث بره الشبكه البيانيه، فمش هحط سوالب. هات لي الضلع الثالث بفيثاغورس، ده تربيع ناقص ده تربيع يطلع ده 12. والتاني خدت النسبه دخلتها في مثلث، يعني رحت رسمت مثلث قائم حطيت سيتا، اعطاني جا يبقى المقابل والوتر، اعطاني جتا المجاور والوتر. طب والسالب ولا تحط على المثلث، مالناش دعوه بيها خالص. جبت الضلع الثالث وكل الاشارات عندي في الاضلاع موجب، لان دي اطوال اضلاع مثلث، ما رسمتهاش في الشبكه البيانيه. هات لي الثلاث نسب اللي عندي، جا سيتا 5 على 13، جتا سيتا المجاور على الوتر 12 على 13، ظا سيتا المقابل على المجاور 5 على 12. لغايه كده تمام، ببساطه خالص جبت الجا والجتا والظا، وده شغل اعدادي اللي انت كنت حافظه. الباقي حدد الربع فين ومين موجب ومين سالب. هي الزاويه فين ربع؟ في ربع الربع. مين موجب في الربع؟ الجتا، يبقى الجتا موجب. طب والباقي؟ يبقى الباقي ده بالسالب. هتلاقيهم هم اللي طلع. ادي الجا سالب 5 على 13، الجتا 12 على 13، الظا سالب 5 على 12، وبعد كده هات المقلوبات بتاعتها. اظن طريقه سهله وبسيطه. قدامك حلين، حل باستخدام دايره الوحده س تربيع زائد ص تربيع واجيب النسبه بتاعتي، بس انا من رايي دي اسهل وبسيطه وتطلع بسرعه، ولو ده اجيب س تربيع زائد ص تربيع ونجيب الجذر والكلام ده كله. بس وانت بتشتغل هنا اوعى تحط اشاره سالب هنا، تحط اشارات سالب، انت بتحط اطوال بس، طلع الثلاث نسب وبناء عليه بتحدد الاشاره بتاعتك حسب الربع. ربع اول يبقى كل النسب موجبه، لو كانت في الربع الثاني الجا بس موجبه يبقى خلي الباقي ده بالسالب، وهكذا بتحدد الربع بتاعها. اظن الكلام سهل وبسيط. الدروس دي يا رجاله كده مهمه، الدوال المثلثيه من الدروس الاساسيه عندك في حساب المثلثات، وتراكمي للفروع اللي جايه ان شاء الله. تمام. مثال تاني، اوجد قيمة جا صفر جتا 180 زائد قتا 30. بص أنا هقول لك على حل، أنا ممكن حافظ دول هجيبهم أو بالآلة هاتها. تقول لي بس الآلة ما فيهاش قتا، ما هي القتا مقلوب مين؟ مقلوب الجا. يعني أنت هتجيب لي جا صفر بالآلة صفر زائد جتا 180 سالب 1 قتا 30 اللي هي تعتبر زائد 1 على جا 30 ناقص جا 270. تمام؟ جا 270 اللي هي تعتبر عند الصفر. فاكرين الدائره اللي عملناها قلت لك ممكن تحفظها كده، هنا 1 وصفر، هنا صفر وواحد، هنا سالب 1 وصفر، هنا صفر وسالب 1. فالسين تمثل جتا والصاد تمثل جا. هو عايز جا 270، جا 270 اللي هي تمثل الصاد بكام؟ بسالب 1، وعندي سالب بره، يبقى هروح حاطط كده سالب 1 في قوس ناقص 2 ظا 60. المفروض انا حافظها اللي هي بجذر 3، يبقى في جذر 3 جتا 60 اللي هي جذر 3 على 2 ناقص ق مقلوب الجتا، يعني كانها 1 على جتا، دي 1 على جتا 45 بس تربيع. جتا 45 1 على جذر 2 مقلوبها، يعني دي كانها زائد جذر 2 الكل تربيع، لان هي 1 على جذر 2 شقلبها تبقى جذر 2. وجا 30 دي ممكن اشيلها واحط مكانها 1 على نص تديني هنا 2. تعال نختصر صفر خلاص، سالب 1 منها 2 يديني 1، سالب في سالب موجب 1، جذر 3 في جذر 3 ب3، ودي هتروح مع دي يبقى ناقص 3 زائد جذر 2 تربيع تديني 2. اختصر كده 1 و2 عندك 2 و2 4 منها سالب 3 تديني 1، وممكن اعمل ده كله بالآلة واطلع الناتج على طول. فكرة تاني برضو، لو قال لي اوجد قيمة س حيث س زاوية ايه؟ ما بين صفر وثانية، يعني زاوية حتى. عطانا ظا س بيساوي الكلام ده كله. انا هاخد اول مثال بس كده احلهولك. بيقول لي ظا س بتساوي 4، واجيب كل واحدة كده ممكن بالآلة. جا 30 دي نص، جتا 60 برضو نص، جتا 180 بسالب 1، جا
270 زي ما قلنا اللي احنا رسمناها، لو انت ناسي ادي ال 270 هنا اللي هي تعتبر صفر وسالب واحد، دي الجاتا ودي الجا، يبقى جا 270 بكام؟ بسالب واحد. تعال نختصر، نص في نص بربع هتروح مع الأربعة، سالب واحد وسالب واحد بواحد، يعني معنى كده ظا س هتساوي واحد. هو عايز قيمة الزاوية، شيفت تان واحد هتطلع السين بتاعتك بكام؟ 45، وجبت كده قيمة السين. تاني نفس الفكرة، 2 جاتا س هتساوي، هات لي جاتا صفر بواحد زائد جاتا 90 اللي هي فوق عندك هنا اللي هي تعتبر هنا صفر وواحد، جاتا اللي هي س يعني صفر، زائد جاتا 270 اللي هي برضو كام كده؟ صفر، يعني معنى كده 2 جاتا س بواحد. اوعى تقول لي اعمل شيفت كوزين واحد لان في 2 مضروبه فيها، المفروض اقسم هنا على كام؟ على الاثنين هنا وعلى الاثنين هنا، يبقى جاتا س هتساوي نص، اعمل شيفت كوزين نص تطلع الزاويه بتاعتك 60، وده المطلوب لان هي زاويه في الربع الاول. لغايه كده تمام يا رجاله. هنبدا في الدرس الزاويه المنتسبه اللي الناس كلها بتتضايق منه وبتزعل منه وبيعتبروا درس كده ايه يعني غلس وبايخ وافكاره كتيره وقوانينه كتيره، بس احنا ناخده كده بطريقه سهله وبسيطه. هنقسمه لجزئين، زوايا او فكره اولى علاقات بنفس شكلها وبنراعي الاشاره بس، يعني تغيير اشارات فقط. والفكره الثانيه هي زوايا بنغير فيها اشارات ونراعي فيها الربع بتاعها مع اللي هي الشكل والاشاره، يعني التغير تاني اللي بنقول عليه كده تغير تاني. دي ما فيهاش تغير تاني، دي فيها تغير تاني. هنقولهم بطريقتين سهلين. طبعا مش هنحفظ الجداول دي كلها، انا هدي لك رسمه هي اللي هتحل بيها، هي اللي تحفظها، وهي دي السهله والبسيطه. بس احنا نفهم في الاول يعني ايه زاويه متسمه. ايه هي الزاويه المتسمه؟ اي زاويتين مجموعهم او طرحهم 90 بنسميها زاويه متسمه، مش 90 بس، هو مضاعفات ال 90. يعني زاويتين مجموعهم 180 مجموعهم 90 طرحهم 90 طرحهم 180 بنسميها زوايا متسمه. هي الزاويه المثلثيه اي زاويتين. بقى هنبدا بالجزء الاول اللي هو يا اما بال 180 او ال 360 او اللي هي سالب سيتا. 360 انا لو شلت ال 360 تديني سالب سيتا، وده هناخدها في ملحوظه ونشوف دلوقتي. ده 180 بتساوي ده سيتا. انا قلت لك ببساطه خالص ال 180 وال 360 دول كده ايه ملايكه، ما بيعملوش مشكله غير انك تحدد الاشاره بس. يعني الجا هتطلع جا، الجاتا هي جاتا، الظا هي النسبه مش هتتغير، مش هتغير شكل، هي الظا هتطلع ظا، القا قا، القتا قا، مفيش اي تغيير. ده مع مين؟ مع 180 وال 360 والسالب سيتا برضه. فلما تشوف كده جا 180 ناقص سيتا هتروح شاطب ال 180 طلع جا سيتا. بعد ما تكتب جا سيتا تحدد اشارتها ايه. يبقى انا لازم احفظ الاشارات، لازم اخليني فاكر كده الاشارات اللي هي كانت هنا كل. هنا بقى مش هينفع تحط لي موجب وموجب وموجب وسالب، يبقى انت هتقعد تغلب نفسك. السين جتا والصاد جا، مش هنحفظ كده، لا انا هحفظها كل جا ظا جتا، كل جبار ظالم جاته ده اللي احنا حفظناه. يبقى انا عندي كل النسب هنا جا هنا ظا هنا جتا. طبعا ده الربع الاول، الثاني الثالث الرابع، الارباع ماشيه كده. عارف ليه؟ ضد عقرب الساعه. وبدات من هنا لان اعتبرت ده الضلع الابتدائي للزمن. ف 180 ناقص سيتا ده ربع تاني. مين موجب في الربع الثاني؟ الجا، فهتتشطب ال 180 تطلع جا. طب جتا 180 ناقص سيتا نفس الفكره، اروح شاطب ال 180 واكتب جتا. طب 180 ناقص سيتا دي في الربع الثاني، الربع الثاني 180 ناقص سيتا مين موجب فيها؟ الربع الثاني جا. هل دي جا؟ لا دي جت، يبقى تطلع بالسالب. نفس الفكره ظا 180 ناقص سيتا تروح شاطب كده ال 180 وتطلع ظا بس. بعد كده تحدد الربع ده فين هو ربع؟ دي في الربع الثاني. طب والظا في الربع الثاني انا موجب في الربع الثاني الجاي، يبقى دي تطلع بالسالب وهكذا. طب تعالى 180 زائد 180 برضه هتتشطب وتطلع الجا دي زي ما هي. بعد ما كتبت الجا عايز احدد اشارتها، ما انا بعد ما بشطب ال 180 او 360 وهطلع النسبه زي ما هي هكتب بعد كده الاشاره. شوف الاشاره دي موجب ولا سالب. فانت كتبت 180 زائد سيتا، شطبنا ال 180 طلعنا جا. طب اكتب سالب ولا موجب؟ حدد. 180 زائد سيتا دي فين ربع؟ في الربع الثالث. الربع الثالث الجا فيها بالسالب. والرسمه دي لازم تحفظ معها الرسمه الثانيه دي اللي هي سيتا 180 ناقص سيتا 180 زائد سيتا
360 ناقص 6. الرسمتين دول هيحلوا لك الجداول اللي انت حافظها دي. مش معقول هقعد احفظ جداول، مش هتيجي كده خالص. هقعد احفظ 20 30 ملحوظ، مش هينفع. انت بتحفظ الرسمه دي والرسمه دي، ودول ماشيين معاك اساسي في الدوال المثلثيه. رسمه الاشارات ورسمه السيتا وال180. دي سيتا 180 ناقص سيتا، 180 زائد سيتا 360 ناقص سيتا. خليك فاكر ان دي 180. 180 فوق ناقص سيتا، تحت 180 زائد سيتا. هنا سيتا لو مشيت كده 360 ناقص سيتا. والارباع زي ما قلنا كل، جبار، ظالم، جاته داهيه، ودي بنحدد بيها الاشارات. نفس الفكره لو قلت لك مثلا جاء 360 ناقص سيتا، 360 دي بسيطه ما فيهاش اي حاجه، ما بتحددش غير اشارات فقط. هتروح شاطب ال 360 وتكتب جاء سيتا. طب 360 شوف كده دي فين ربع؟ الرابع. طب مين موجب في الربع الرابع؟ الجتا. هل دي جتا؟ لا، يبقى تطلع بالسالب، وهكذا بتكمل في دول. يبقى الرسمتين دول هتحفظك الثلاث اشكال دي. طب النوع الثاني ده بيغير الشكل والاشاره. يعني بيعمل تغير تاني. يعني دي جاء ما طلعتش جاء، طلعت جتا. جتا تطلع جاء، اسمه تغير تاني. يعني اللي ما فيهاش تاء تحط لها تي، واللي فيها تي هتشيل منها التي. الجاء تبقى جتا، الجتا جاء، الظاظت قا قط قط قا، وهكذا. ده مع مين؟ 90 وال270. طب تعالى كده نحط لها رسمه تاني. هنا هتبقى 90 ناقص سيتا، هنا 90 زائد سيتا، هنا 270 ناقص سيتا، 270 زائد سيتا. خلي بالك في دي انا اشتغلت على محور السين، يعني دي صفر زائد سيتا سيتا، 360 ناقص سيتا، هنا 180 ناقص سيتا، 180 زائد سيتا. هنا اشتغلت على محور الصاد اللي هي 90 وال270. 90 ناقص سيتا 90 زائد سيتا، 270 ناقص سيتا 270 زائد سيتا. الرسمه دي مع دي بحدد منها الجداول بتاعها. الرسمه دي مع دي بحدد دي. جا وجتا وظا دي الاشارات، بالسيتا وال180 دي بتاعت التغير في الاشارات فقط. بنحدد اشاره فقط لكن النسبه بتطلع زي ما هي. ال90 وال270 مع رسمه الاشارات بتعمل تغير تاني في الشكل. الداله الجا تبقى جتا وتعكس مع الاشارات بتاعتها. تعال نشوف مثال. 90 ناقص سيتا ده كله في الربع الاول، فاحنا مش محتاجين حاجه. اي حاجه 90 ناقص سيتا هتشيل ال 90، الجا تبقى جتا، جتا تبقى جا، ظا تبقى زتا، قا تبقى قتا، وهكذا. تشطب دي وتطلع بنفس النسبه. طب لو 90 زاد، لا استنى بقى، هو انا ليه ما غيرتش اشارات هنا؟ لان دي في الربع الاول. لكن 90 زائد سيتا دي فين ربع؟ في الربع الثاني. ركز كده وعلى مهلك، واحده واحده كده، الدنيا هتبقى سهله. ما تتخضش وتشوف كده الدنيا زيطه. لا، انا قلت لك الجداول دي كلها هم الثلاث رسومات دول، ببساطه كده تحفظهم تلقى الدنيا بسيطه خالص. الرسمه دي بالاشارات، الرسمه دي بتاعت ال180، والرسمه دي بتاعت ال90 مع دي ومع دي. نكمل. 90 زائد سيتا، اول ما تشوف ال90 تشطب، ما فيهاش تي هتحط تي، فيها تي هتشيل التي، ده بيجي الجتا زي الفل. طب 90 زائد سيتا فين ربع؟ في الربع الثاني. تحدد اشاره دي مش اللي طلعت، عشان في طلبه طلعت تروح محدد اشاره اللي طلعت تقول لك في الربع. لا، انا باخد ال90 زائد سيتا، مين اللي جنبها؟ جا، يبقى تشوف اشاره الجا. 90 زائد سيتا دي في الربع الثاني، والجا في الربع الثاني موجب، يبقى تطلع موجب جتا. طب تعالى كده اللي بعدها. جتا 90 زائد سيتا، هنشطب ال 90 تطلع جا، هنشيل التي نحط جا. طب هحط الاشاره هنا ازاي؟ هنا 90 زائد سيتا دي في الربع الثاني، والجتا في الربع الثاني. هو مين اللي موجب في الربع الثاني؟ الجا، يبقى الجتا دي بالسالب، اروح حاطط السالب بتاعتها اللي هنا. يبقى تخلي بالك انت بتحدد اشاره الربع على الداله الاصليه اللي فيها 90 زائد او 90 زائد او ال 270. نفس الفكره، قطع 90 زائد سيتا، روح شاطب ال 90. ماشي كده؟ بعد ما تشطب ال 90 هتعمل ايه؟ هتشطب كده ال 90، هتشطب ال 90 هنا، وهتعمل ايه؟ هتطلع القطا تبقى قا. دي في الربع الثاني. مين موجب في الربع الثاني؟ القطا مقلوب مين؟ مقلوب الجا، وفي الربع الثاني الجا موجب، يبقى هتديني قا سيتا. قا 90 زائد سيتا، تشطب 90 تطلع قطا. القا دي مقلوب الجتا، والجتا في الربع الثاني مين الموجب في الثاني؟ الجا، يبقى دي هتطلع بالسالب، وهكذا. الجداول دي كلها في الثلاث رسومات دول. كل الدوشه دي في الثلاث رسومات. تعال نشوف اللي بعديها وناخد ملحوظتين، وخلي بالك معايا. يبقى نقول تاني زي المنتسبه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، هي مش صعبه. هي كل الفكره ان انت تحفظ
رسمتين او 3 رسومات بالكتير كده تخلي الدنيا بسيطه وسهله معاك. رسمه الاشارات، رسمه ال 180 زائد وال 180 ناقص، رسمه ال 90 زائد و 90 ناقص، 270 زائد و 270 ناقص اللي انا رسمهم لك هنا. احفظهم هتلقى الدنيا بسيطه خالص ومعاك سهله، مش هتعول هم اي حاجه خالص. نبسط كده بسرعه. ده الربع الاول 360 ناقص سيتا هي السيتا. الدال والقطع اللي هم يعتبروا موجب، 180 ناقص سيتا، 180 زائد سيتا هي اللي بالموجب، طبعا دي برضه هي هنا اللي بالموجب. جتا وقا اللي هي 360 ناقص سيتا هي سالب سيتا، لان دي تعتبر دوره لو شطبت هتدي لك سالب سيتا. الثانيه بتاعت 90 ناقص سيتا و90 زائد سيتا. 90 ناقص سيتا دي بتعمل تغير تاء، تعتبر كل النسب موجبه. 90 زائد سيتا الجا والقطع دول ثابتين. 270 ناقص سيتا الظا والزتا موجب. 270 زائد سيتا الجتا والجا، ودول اللي احنا الرسمتين اعملهم لك في جدول، بس انا ما بحبكش تحفظ جداول، هي الرسمه زي ما قلت لك هم رسمتين. سيتا 180 ناقص سيتا، 180 زائد سيتا 360 ناقص سيتا. 90 ناقص سيتا، 90 زائد سيتا، 270 ناقص سيتا، 270 زائد سيتا، وتلقى الرسومات معاك تمام زي الفل. 180 تتشطب تطلع الداله زي ما هي، تحدد الاشاره. 90 وال 270 هتتشطب، بس هتعمل حاجتين. تغير حروف، يعني لو ت هتشيلها، لو ما فيش ت هتكتبها، وتحدد الاشاره بناء على الربع بتاعها. في ملحوظه مهمه خلي بالك معايا هنا. زي ما قلت لك الزاويه سيتا تكافئ الزاويه 360 ناقص سيتا، وبناء عليه لما ادي لك جا سالب سيتا تطلع سالب جا سيتا. جتا سالب سيتا جتا، لان سالب سيتا دي فين؟ في الربع الرابع، ومين موجب في الربع الرابع؟ الجتا. وحفظوها لنا زمان كده، يقول لنا الجتا تاكل السالب. الجتا تاكل السالب، يعني لو في سالب مع الزاويه الجتا تاكلها. طب الجا والظا تطلعها بره. انا بتكلم خلي بالك على الدوله الاساسيه، وما ينطبق عليه ينطبق على المقلوبات. يعني الجتا مقلوبها مين؟ قا، فيبقى القا هي اللي بتاكل السالب. بس انت احفظ الاساسيين، والمقلوبات بتاعتها سهل انت تجيبها. لكن انت لو حافظ الجا مقلوبها قا هتعرف تجيبها. الجتا مقلوبها قا، الظا مقلوبها ظا، فالدنيا تبقى سهله. يبقى انا كده احفظ كده، الجتا تاكل السالب، الجا والظا تطلع السالب بره. تاخد كده الكلام ده في ثانيه، ان الجتا دي داله زوجيه، اما الظا والجا دي دوال فرديه. تشوف الكلام ده في ثانيه ان شاء الله لما تطلع باذن الله. طيب الملحوظه الثانيه ودي المهم، بعد سؤال كده يقول لك ايه؟ ظا سيتا ناقص 180. الواد يتلخبط يقول لي انا مش حافظ غير دي يا استاذ. هي كانت الرسمه بتاعت سيتا 180 ناقص سيتا، 180 زائد سيتا، 360 ناقص سيتا. هو يلخبطك في الحته دي، يقول لك سيتا ناقص 180. لا انا ما عنديش غير 180 ناقص سيتا. طب دي اعمل فيها ايه؟ حبيبي دي زاويه، المفروض 180 دي بالموجب، ما تجيش بالسالب. طب الحل ضيف لها دور، هات الزاويه المكافئه ليها. يعني تعالى لدي كده وقول زائد 360. طب لما اضيف للسالب 180 360 تدي لك ايه؟ ظا سيتا زائد 180. على فكره الجمع بدال، 180 زائد سيتا هي سيتا زائد 180، يعني هتديني ظا ايه؟ 180 زائد سيتا. اوعى يضحك عليك ويديك سيتا ناقص 180 تعتبرها هي 180 ناقص سيتا. دي حاجه ودي حاجه تاني. انا كتبتها لك ملحوظه هنا، سيتا ناقص 180 هي 180 زائد سيتا. عايز تحفظها براحتك، عايز تفهم وتعمل وتعوض وتروح كاتب زائد 360 هتطلع معاك ببساطه من غير ما تحفظ. نفس الفكره. طب لو عطالك سيتا ناقص 90، انا ما عنديش غير الرسمه اللي انا حفظتها لك قلت لك دي اللي تحفظها. سيتا 90 ناقص سيتا، 90 زائد سيتا، 270 ناقص سيتا، 270 زائد سيتا. دول الرسمتين بتوعها. دي بتاعه تغير الاشارات فقط، دي تغير اشارات وحروف. طب سيتا ناقص 90، انا عندي 90 ناقص سيتا فدي مش موجوده، فلما يقول لك هات لي ظا سيتا ناقص 90 مش هتنفع. نفس الفكره، هعمل ايه؟ زي دي بالظبط، اضيف لها دوره. ضيف لي دي دوره، كام الدوره؟ 360. يبقى هتطلع ظا ال 360 لما اطرح منها 90 تديك 270، يعني ظا سيتا زائد 270 معايا. طب ما سيتا زائد 270 هي 270 زائد سيتا، يعني هتديني ظا 270 زائد سيتا، وتعامل معاها هتشطب ال 270 هتطلع زتا سيتا. 270 زائد دي في الربع الايه؟ الرابع. مين موجب في الربع الرابع؟ الجتا، يبقى هتطلع سالب زتا سيتا. يبقى انا بتعامل معاها كده، انا كاتبها لك كده سيتا ناقص 90،
او ممكن يقول لك سيتا ناقص 270 هتضيف 360 تطلع 90 زي السيتا. سيتا ناقص 360 بص اشطب ال 360 ما دي دورة ولا لها لازمه، هتطلع برضه بسيتا. اظن الكلام كده سهل وبسيط. الملحوظات دي تخلي بالك منها لان هو اللي بيتك عليها في الامتحان. معظم الطلبه حفظت الرسمه وتمام زي الفل، بس بتعدي عليها وما تاخدش بالها وبتشوف سيتا ناقص 180 تقول لك ما هي 180 ناقص سيتا. لا، ركز وخلي بالك وانت بتقرا كويس هي 90 ناقص سيتا ولا سيتا ناقص 90، عشان هضيف او هطرح دوره بالملحوظه دي مهمه خالص وخلي بالك منها. الملحوظه الثانيه اللي قلت لك عليها لو لقيت زاويه بالسالب، يعني مثلا بقول لك هات لي جا سالب 30، لو انت حافظ جا سالب 30 او جا 30 اصلا جا 30 بنص، طب الجا مين اللي بتاكل السالب؟ جتا، يبقى السالب تطلع بره، تبقى دي جا 30 بالسالب تطلع سالب نص. خلصت مسألتك ببساطه كده. تمام؟ الدنيا كده زي ما بقول لك خفيفه كده وسهله ودروس مهمه، بس خلي بالك وعلى مهلك واحده واحده كده وانت بتقرا، ما يضحكش عليك كده ويروشك كده فين؟ في الرموز وفي الكلمات وانت ما تاخدش بالك. كده احنا ركزنا على دول وفهمناهم وعرفناهم، وخلي بالي من الكلام ده كله. تعالى ندخل في الملحوظه الثانيه المهمه. لما يديني جا بتساوي جتا او قا بتساوي قطا او ظا بتساوي زتا، اي حاجه من دول زي جا 30 بتساوي جتا 60، لما يقول لي جا 30 بتساوي جتا 60، اول ما تشوف جا بتساوي جتا او قا بتساوي قطا او ظا بتساوي زتا دي زوايا متتامه، يعني سيادتك 30 زائد 60 دي لازم تديك 90. فلما اقول لك جا الف بتساوي جتا ب يعني الف زائد ب 90. قا بتساوي قطا ظا بتساوي زتا هي لها كذا زاويه مكافئه، بس احنا بنتكلم على البدايه بس. لما تشوف كده تعرف ان دي زاويتين مجموعهم 90. يعني زي مثال هنا يقول لك جا 40 بتساوي جتا ب، هات لي قيمه الب. طب ما هيبقى ال 40 زائد الب هتساوي 90، يعني الب هتساوي كام؟ 50. او ممكن مثال تاني يدول كده يقول لك ايه؟ جا 3 س بتساوي جتا س، اوجد قيمه السين. طب ما جا بتساوي جتا يعني 3 س زائد س هتساوي 90، يبقى ال 4 س بتاعتك ب 90، اقسم على الاربعه هنا على الاربعه هنا، يبقى الس هتساوي 90 على الاربعه اللي هي 22 ونص، وزي ما تطلع يبقى دي الفكره. ظا بتساوي زتا، وده هنشوفها قدام بعد كده فين؟ لما يقول لك اوجد الحل العام للمعادلات او اوجد احدى قيم سيتا للزاويه. بس اللي يهمني لما تشوف كده هات لي قيمه من قيم الزاويه. قا بتساوي قطا، واحده فيها تي والتاني ما فيهاش تي. جا جتا ظا زتا دي بتساوي دي، يبقى الزاويتين دول مجموعهم 90، يعني زاويتين متتامتين. اظن الكلام كده سهل وبسيط. تعالوا نبدا نشوف مثال على الكلام ده. انا قلت لك الزاويه المنتسبه هيدخلها في الدروس اللي فاتت، يعني ممكن يجيبها لك كده مع دايره الوحده او يدي لك زاويه ويقول لك اوجد جا وجتا ويدي لك نسبه ليها. مثال زي كده بيقول لك اذا كان الظا سيتا ب 3 على 4 حيث سيتا مالها بين ال 180 وال 270، يعني عايز يقول لك دي في الربع الثالث. مهم اخلص الربع الثالث ليه؟ عشان احدد الاشارات. انا قلت لك اي مساله بالشكل ده طلع الثلاث رسومات من دماغك كده وحطهم. اول رسمه الاشارات كل جا ظا جتا، كل جبار ظالم جاتو ده. الرسمه الثانيه سيتا 180 ناقص سيتا 180 زائد سيتا 360 ناقص سيتا او سالب سيتا هي. الرسمه الثالثه 90 ناقص سيتا 90 زائد سيتا 270 ناقص سيتا 270 زائد سيتا. الثلاث رسومات دول هي حل المسائل بتاع الزاويه المنتسبه ببساطه. انت حفظت دول هتعرف تحل اي مساله. طيب تعال نشوف المثال بتاعنا. مديني ظا سيتا ب 3 على 4 والسيتا في الربع الثالث. حلو خلاص، عايز جتا 360 ناقص سيتا زائد جتا 90 زائد سيتا، دخلك في دول. طب بس في الاول انا لازم اعرف اطلع الجا والجتا بتاع السيتا. طب اجيبهم ازاي؟ في طريقتين للحل. طريقه ان انت ترسم في الارباع بتاعتك، اروح راسم كده ارباع وارسم زاويه في الربع الرابع واروح حاطط في الربع الثالث سيتا. الظا هنا 3 المجاور هنا 4 في صورس يطلع ده 5، بس الربع الثالث ده هتبقى سالب ودي سالب ودي بالجا سيتا المقابل على الوتر سالب 3 على 5 جتا سيتا بتساوي المجاور على الوتر سالب 4 على 5 ظا سيتا المقابل على المجاور تطلع 3 على 4 وزي الفل. بس انا هدي لك حل اسهل. الارباع ممكن تغلط في اشاره،
ممكن ما تاخدش بالك، فعلا بترسم الرسمه كمان غلط، ابص القى رسمت المثلث وعملت العمود على محور الصادات، باظت المساله كلها. عشان كده بقول لك ايه، ممكن تسيبك من الرسمه بتاعت الارباع دي، وهقول لك على طريقه اسهل، حل تاني. ارسم مثلث بره قائم زي ما قلت لك قبل كده، وحط هنا السيتا وادي الزاويه القائمه. عطلك الظا اللي هي ايه؟ مقابل على الوتر 3 على 4. فيثاغورس هات الضلع الثالث. وملحوظه انا قلت لك عليها، لو عطلك هنا سالب ما بحطش سالب، لان دي اضلاع مثلث. هنا بحط سالب لان دي شبكه بيانيه فيها س سالب وصاد سالب وس موجب وصاد موجب. لكن هنا انا رسمت المثلث بره، فلو عطلك سالب ما تحطش سوالب. وهات الضلع الثالث واكتب لي الاضلاع كلها بالموجب، وهات لي الثلاث نسب بتوعك. دي سيتا هتساوي المقابل على الوتر 3 على 5، جتا سيتا المجاور على الوتر 4 على 5، ظا سيتا المقابل على المجاور 3 على 4. زي الفل، تمام، حلو خالص. هتقول لي طب وفين الاشارات؟ اقول لك استنى، ما هو اعطالك الزاويه فين؟ الربع الثالث. تعالى لي كده، هو مين في الثالث موجب؟ الظا، يبقى الباقي ده بالايه؟ حط السالب هنا والسالب هنا، تلاقيهم هم من غير ما اتعب وارسم رسمه وربع والكلام ده كله. بس انا اعطيتك الطريقتين والاسهل لك حل بيها. عملت دول كده تمام. تعالى بقى نشوف هنا ايه. هنا بيقول لي هات لي جتا 360 ناقص 6. احنا قلنا ال 360 ال 180 90 270 تشطب وتشوف بقى هتعمل ايه. 360 هتشطب، يبقى هكتب جتا 6 مع مراعاة. شطبت هحط الاشاره بتاعتي موجب ولا سالب؟ هي 360 ناقص 6. تعالى كده الرسمه فين؟ في الربع الرابع. مين موجب في الربع الرابع؟ الجتا. هي دي جتا، يبقى هتطلع بالموجب زائد. تمام، يبقى انت بتحدد هشطب الربع وبناء عليه تحدد الاشاره. جتا 90 زائد 6 هتشطب ال 90. جتا هتبقى جا 6. قلنا ال 90 وال 270 تعمل تغير في الحرف في الت. في ت هنشيلها، مفيش ت هنكتبها. باقي حاجه الاشاره بتاعتها 90 زائد 6. تعالى كده بسرعه فين؟ في الربع الثاني. مين موجب في الربع الثاني؟ الجا. مش تقول لي اللي طلعت، لا، انا باخد اشاره الاصل. الاصل كانت ايه؟ جتا، يبقى دي بالسالب. اروح مغير هنا، يبقى دي كانها سالب جا 6. يعني جتا 6 هتنزل، هنجيبها من هنا اللي هي سالب 4 على 5 زائد سالب جا سيتا. الجا سيتا سالب 3 على 5 في السالب تبقى موجب 3 على 5. اجمع دول كده، يعني سالب 4 على 5 زائد 3 على 5، المقام موحد تدي لك سالب 1 على 5، وده الناتج بتاعك. اعتقد الدنيا كده سهله. بس شوف عمل ايه في المساله دي، والمسائل دي مسائل مهمه بتاعت امتحانات، ركز كويس لان هي مش هتنفع فيها آلة برضه. في طلبه تقول لك انا هعمل بالآلة شيفت تان وهجيب الزاويه، بس خلي بالك دي زاويه فين؟ في الربع الثالث. هتقعد بقى تضيف 280 وتعمل جا 90 زائد جتا 90 زائد 6، هتلقى الدنيا صعبه. على ما تقعد تعملها بالآلة وارد ان انت تغلط، لكن انا مش عايزك تتعلم بالآلة. انت كده ما اتعلمتش، انت كده ما فهمتش حاجه في الدروس، فانا عايزك تشتغل بدماغك احسن من الآلة. نقول تاني كده بسرعه، المسائل اللي زي دي كده لازم اطلع باقي النسب علشان اعرف احلها. في طريقتين للنسب، يا اما ترسم في الارباع يا اما ترسم زي ما قلت لك بطريقه سهله وبسيطه مثلث، تحط الاضلاع، ما بنحطش اشارات حتى لو في النسبه اشاره، واطلع باقي النسب، احدد الربع مين موجب ومين سالب. او الموجب هسيبه يبقى الباقي كله سالب، يعني الربع الثالث الظا موجبه يبقى باقي النسب بالسالب. مش محتاج اجيب القاء والقطع، لان انا لو عرفت الاساسيين خلاص. لو القطع مقلوب الجهه، سالب 3 على 5 تبقى 5 على 3 بالسالب. طلعت النسب، نرجع للسؤال بتاعه. جتا 360 ناقص 6، الرسومات اللي انا قلت لك عليها هتشطب في ارباع او في رسمه بتغير اشارات فقط، وفي رسمه بتغير اشارات وحروف. 360 وال 180 ما بتغيرش غير في الاشارات فقط. 90 و 270 تحدد الربع بالاشاره بتاعتها وتغير الحرف بتاعها. مثال تاني بيقول اذا كان السيتا زاويه حاده، هنا عطلك زاويه حاده يعني في الربع الاول، واعطلك النقطه 3 على 5 و4 على 5، ودي دايره الوحده. طالما دي دايره الوحده يبقى على طول مباشره دي جاتا سيتا هتساوي 3 على 5، جا سيتا هتساوي 4 على 5. طب والظا اللي هي جا سيتا على جاتا سيتا، الجا 4 على 5، اقسم كده 4 على 5 على 3 على 5 تطلع 4 على 3، يبقى جبت الجا والجاتا والظا، وكده جبت الثلاث نسب زي الفل. تمام.
شوف ايه المطلوب اللي عندي. تعالى كده، جتا 90 زائد سيتا، احنا قلنا ال 90 هتتشطب هتبقى ايه؟ جا سيتا. 90 ناقص سيتا فين ربع؟ في الربع الاول. تعالى نعمل كده الرسومات. ادي الرسمه بتاعتنا الاولى، كل جا ظا جتا، دي رسمه الاشارات. الرسمه الثانيه سيتا 180 ناقص سيتا 180 زائد سيتا 360 ناقص سيتا. الرسمه الثالثه بتاعت التغير الاشارات والحروف 90 ناقص سيتا 90 زائد سيتا 270 ناقص سيتا 270 زائد سيتا. كل ما تحل مسألة بالشكل ده راجع واكتب الايه؟ الثلاث رسومات تحدد بيهم مكان المسألة، الربع فين وإشاراتك ايه فيها. فجاء سيتا هتنزل بالموجب زائد 90 زائد سيتا. 90 زائد سيتا دي فين؟ في الربع الثاني. ال 90 هتتشطب وهتديني جا سيتا، وعشان دي في الربع الثاني هتغير تبقى دي بالايه؟ بالسالب. يعني ممكن نمسح دي كده، الموجب في سالب هتديني هنا كده ايه؟ سالب جا سيتا. 270 زائد سيتا، نشطب ال 270 هتديني برضو زائد جا سيتا مع التغير التائب ال 270 وال 90. طب 270 زائد سيتا دي في الربع الايه؟ الرابع. الجتا في الربع الرابع اشارتها ايه؟ موجب، هتنزل زي ما هي. زائد جا 270 ناقص سيتا 270 ناقص سيتا في الربع الثالث، يبقى دي هتتشطب وهتخلي دي اشارتها سالب، يبقى تديني كده سالب، بدل جا تبقى جاتا سيتا. نعوض بقى جا سيتا اللي هي 4/5 ناقص جا سيتا اللي هي برضو 4/5 زائد جا سيتا 4/5 ناقص جاتا سيتا 3/5. اختصر دي هتروح مع دي 4 ناقص 6 تدي لك 1/5، وده الناتج بتاعنا. اظن كده الدنيا سهله بتاعت الزاويه المنتسبه. خدنا مساله واثنين وعرفنا الافكار ماشيه ازاي. تركز على الرسومات، هي دي اللي هتحدد بيها الارباع والاشارات بتاعتك. النوع الثاني وهو حل المعادلات المثلثيه. حل المعادلات المثلثيه انت هتاخد ابسط نوع من حل المعادلات المثلثيه، ولما يقول لك حل المعادله خلي بالك لان بيحدد الربع بتاعها، ولو ما حددش ربع وساب لك الارباع مفتوحه فانت مطالب تجيب كل الحلول الممكنه، يعني سواء جت في الربع الاول الثاني او الربع الاول والثاني او الثاني والثالث وهكذا. تعال نشوف كده مثال هنحله ازاي. يقول لي 2 جاتا سيتا ناقص 1 بيساوي 0، يعني 2 جاتا سيتا هنطلع الواحد ده بره يبقى بيساوي 1. هنقسم على 2، نقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، يبقى جاتا سيتا هتساوي كام؟ نص. ملحوظه المهمه لازم تبقى النسبه اللي هتجيبها على الاله بالموجب. طب لو كانت سالب ما تاخدش السالب واعمل بالموجب، وهنشوف مثال في الكلام ده. طب هي طالعه بالموجب هتروح اعمل بالاله كده شيفت كوزين النص، هتروح طالعه 60 على جنب كده واكتب لي 60 واستناه. هي النسبه اللي عندك دي موجب ولا سالب؟ موجبه. طب الجتا هنا موجبه فين وفين؟ تعالى كده نرسم الارباع تاني بتاعت كل جا ظا جتا. الجتا موجبه كل النسب في الربع الاول وفي الربع الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ لا في الرابع، يبقى الجتا موجبه في الاول والرابع. المعادلات المثلثيه او حل المعادلات دي هتحفظ الرسمه دي والثانيه فقط، يعني اللي هي سيتا 180 ناقص سيتا 180 زائد سيتا 360 ناقص سيتا. ال 90 وال 270 ما تتعاملش معاها في المسائل الا لو هو فرضها عليك في السؤال، يعني جت في المساله كده جت 90 ناقص 270 ناقص تتعامل معاها. غير كده في المعادلات بحل بالرسمه دي والرسمه دي بس. طب ما الجتا موجبه في الاول يعني تنزل الزاويه زي ما هي، سيتا زي ما هي. طب والرابع 360 ناقص 60 تديك 300، يبقى مجموعه الحل بتاعتك 60 و300. نعيد تاني، في الجتا والجا والظا ايا كانت الدوال المثلثيه اللي هتحلها بيحدد لك الربع، وبناء عليه انت بتحدد مين الموجب ومين السالب. 2 جاتا سيتا ناقص 1 بصفر، طلعنا الواحد قسمنا على الاثنين طلعت جاتا سيتا بنص. هتعمل شيفت كوزين النص وتتاكد هتشوف هتطلع بكام؟ ب 60. اركن ال 60 كده على جنب. هي الجاتا موجبه فين وفين؟ في الاول والرابع. ادي الاول والرابع. اول يعني سيتا زي ما هي،
رابع يعني 360 ناقص السيتا اللي انت جبتها 60 تدي لك 300. يبقى كده مجموعة الحل 60 درجة و300. هقول لك على حاجة تاني تخلي بالك منها تتأكد منها. السؤال ده مش هيجي في الامتحان غير اختر، يعني حساب مثلثات اختر، ما فيهاش سؤال مقالي، وبالتالي هو مديني مجموعة الحل. اخد القيم واعوض بيها، بس في ملحوظة تخلي بالك منها. بس هو بيدي لك ايه؟ الحلول يقول لك ايه؟ 60 300 من ضمن الحلول، ويدي لك 60 و300. فالطالب بيغلط ازاي؟ ياخد ال 60 يعوض بيها حقه، يقول لك خلاص ده الحل بتاعي. حبيبي لو لقيت ال 60 متكرره تاني مع زاويه تاني لازم تتاكد ممكن يكون الحلين يحقق، فبالتالي لو انت اخترت 60 الاجابه خطا، لانه محدد لك بين 0 و 360، يبقى انت مطالب بالحلين. او ممكن يقول لك ايه؟ الزاويه بتاعتك مش من 0 ل 360، يقول لك ايه؟ من 270 ل 360، يعني عايزك تقول لك الزاويه فين؟ في الربع الرابع. وجيت انت خدت ال 60 عوضت حقق، هي اجابه خطا لان انا هاخد ال 300 فقط. فانت تخلي بالك من الربع اللي محدد فيه والتعويضات اللي هتعوض فيها اذا كنت هتشتغل بالاله. تعال نشوف مثال تاني. 2 ج س زائد جذر 3 بيساوي 0 اللي فيها السالب دي، وهنا برضو بيقول لي من الربع الاول لغايه الربع الرابع، ما هو من 0 ل 360 يعني من الاول للربع. قلنا المعادلات بتاعتنا هنحفظ الرسمتين الثابتين اللي معانا. الاشارات كل ج ظ جتا، والرسمه الثانيه سيتا 180 ناقص سيتا 180 زائد سيتا 360 ناقص سيتا. دول الرسمتين بتوع حل معادلات. 90 و 270 ما تعملش معاهم خالص. 2 ج س طلع الجذر 3 بره تطلع سالب جذر 3، نقسم على الاثنين يبقى ج س جذر 3 على الاثنين وسالب. هنعمل بالآلة شيفت ساين، مش هناخد السالب، هناخد جذر 3 بس على الاثنين. السالب لو عملت على الآلة هتوديك في حتة تاني، هتطلع رباع لأن الآلة مبرمجة على ربع واحد فقط، فأنت مالكش دعوة بالآلة. السالب ما تحطهاش على الآلة، هتعمل شيفت ساين يعني هتطلع كده ساين وتكتب كده جذر 3 على الاثنين هتساوي، هتلاقيها طلعت لك هنا كام؟ 60 درجة. يبقى السيتا بتاعتك هكتب كده 60 على جنب. دي مش الزاوية بتاعتك، ده مش الحل بتاعك، أنا بس جبت شيفت ساين جذر 3 على الاثنين. طلعت 60. نستنى بقى، هي النسبة بتاعتك هنا اللي أنت طلعتها سالب ولا موجب؟ دي سالبة، يعني النسبة هنا سالبة اللي هي الجا سالبة. طب هي الجا موجبة فين؟ هي الجا موجبة في الربع الأول والثاني، يبقى سالبة فين وفين؟ يبقى دي سالبة في الربع الثالث والربع الرابع. تمام. طب الربع الثالث والرابع انزل على الرسمة اللي بعديها. الثالث يعني 180 زائد اللي انت جبته، يبقى 180 زائد 60 تديك 240. الرابع يعني 360 ناقص ولا زائد ناقص 60 هتديك 300. يبقى الحل بتاعك 240 و300. عايز تتأكد؟ اعمل ساين 240 ساين 300 هتطلع لك الزاوية، ثم ان الجا اصلا سالبة فين وفين، لازم الزاوية بتاعتك تطلع ثالث ورابع، مش تنفع لا تاني ولا اول. يعني حتى لو جت في الاختيارات ومحدد لك الارباع فانت هتاخد الثالث والرابع بديهيا، يعني لو انت حافظ الاشارات. اعتقد كده الدنيا اسهل وابسط. يبقى نركز على حتتين مهمين. الحته الاولى ان انا لما بشتغل في معادلاتي اخلي بالي الارباع مديها لي فين، لان ممكن حل يتاخد وحل يترفض. الحته الثانيه لما تطلع النسبه عندك بالسالب على الاله مش هناخد السالب، هناخد الموجب فقط. هعمل شيفت ساين او كوزاين او تان حسب ما بيديها لي، واطلع النسبه واروح كاتب الزاويه اللي طلعت هنا، واحدد بقى الاشاره على حسب الارباع، واروح اطلع على حسب ال 180 زائد او 180 ناقص، ونبدا نكمل. دي الاسئله المباشره. اعطاني جاء او جتا او ظا. طب لو اعطاني مقلوب الزاويه، يعني مثلا هدي حته بس كده صغيره كده، وقال لي كده ق س بتساوي 2، اوجد الزاويه. طب ما ق س بتساوي 2 هي الق مقلوب مين؟ مقلوب الجتا، يعني معنى كده جتا س تساوي مقلوبها كام؟ نص، واشتغل مسألة عادي زي اللي فاتت. وبكده خدنا الزوايا الممتثلة اللي كان يعتبر أصعب درس والناس بتتضايق منه. ببساطة كده الدرس كله في 3 رسومات بس عشان الناس ما تتوهش وتضيع ويقول لك أنا مش بعرف أشتغل، أنا مش عارف أحل المسألة. حبيبي المسألة كلها في 3 رسومات، دي رسمة ودي رسمة، والرسمة الثالثة اللي أنا قلت لك عليها اللي هي بتاعة التغير التائي اللي هي
90 ناقص سيتا، 90 زائد سيتا 270 ناقص سيتا 270 زائد سيتا. الثلاث رسومات دول حفظهم هتغنيك عن الجداول اللي انت بتحفظها. بحدد الربع، 180 قلنا ما بتعملش غير تغير في الاشارات فقط، ال90 تعمل تغير اشارات وحروف، الت هي تتشال يا تتحط، واحدد الاشاره وبناء على الربع بتاعها الرباع بتاعتك الجا والجتا والظا مين موجب ومين سالب، والدنيا هتلاقيها كده ببساطه خالص سهله، مش صعبه زي ما انت متخيل. هي بس عايزه منك تركيز، عايزه منك حفظ الجداول دي والرسومات عشان تعرف تحل. الدوال المثلثيه سهله، الزوايا المنتسبه بيجي سهله بالرسومات اللي احنا حفظناها. حل المعادلات برضو ما فيهاش مشكله، انت هتجيب قيمه الداله اللي عندك او النسبه اللي عندك جا او جتا او ظا، هتعملها بالاله شيفت ساين او كوزين او تان حسب المساله. لو عطلك مقلوب هتقلبها، تجيب المعكوس بتاعها اللي هو القا تبقى جتا، وتجيب ليه شيفت الكوزين او الساين مع ملحوظتين زي ما قلنا مهمين. لو عندك سالب مش هناخد السالب، وتطلع الزاويه وبناء عليه بتحدد الارباع، وهتشتغل بالرسمه دي فقط بتاعتك، هي الاشارات وبتاعت ال 180 دي مش هتتعامل معاها الا لو هي جت في السؤال فيها 90 270 هتبدا تعمل، غير كده مش هتتعامل معاها. اظن كده الدنيا سهله وبسيطه. اخر حاجه في الزاويه المنتسبه اللي هو الحل العام. الحل العام على فكره هي مساله بسيطه كده بتيجي، وهو قانون انا حافظه وانا قلت لك عليه قبل كده. لما تلقى جا بتساوي جتا، قا بتساوي قطا، ظا بتساوي زتا، الزاويتين دول مجموعهم 90، اللي هنزود عليه اسمها الحل العام. لكن انت لما تقول مجموعهم 90 انت بتجيب احدى قيم سيتا. يعني لما يقول لك هات لي احدى قيم سيتا هتجمع وتساوي 90 خلص. لكن لو قال لي اوجد الحل العام، لا انا لازم اعرف الحل العام. الحل العام في الجا والجتا والقطا والقاء مجموع الزاويتين او طرحهم ب 90 زائد الزاويه ممكن اجيب لها ايه؟ اتفقنا في اول درس اقدر اجيب لها كذا زاويه مكافئه، فبقول 90 زائد المكافئه 360 نون. مش احنا قلنا الزوايا المتكافئه، يعني بقول سيتا زائد 360 نون، فانت هتقول 90 زائد 360 نون، حيث نون ده عدد صحيح. خلاص؟ طيب قطا بتساوي قا، برضه أ زائد ب أو أ ناقص ب بتساوي 90 زائد 360، اللي هتختلف فقط الظا، والظا هقول أ زائد ب مفيش ناقص، و90 زائد 180 باقي كله 360. ملحوظة تاني مهمة خلي بالك منها، لما تيجي تعمل الكلام ده لازم تبدأ هنا بالجا، ولازم أبدأ بمقلوبها قطع. وهدي مثال على الكلام ده. يعني لو قال لي جا 3 س بتساوي جتا س، وقال لي اوجد الحل العام. أول حاجة هل الجا وبعدها جتا؟ يبقى كده تمام. الحل العام يعني هاخد مرة 3 س زائد س هتساوي 90 زائد 360 نون. 3 س وس يبقى 4 س هتساوي 90 زائد 360 نون، اقسم على 4 يبقى س هتساوي 90 على 4 زائد 360 على 4 تدي لك 90 نون، وده الحل العام. لو عايزه بدلالة الباي بسيطة، ال90 دي هتخليها باي على الاثنين زائد ال 360 2 باي نون. لما اقسم هنا على الأربعة واقسم هنا على الأربعة تطلع باي على الثمانية زائد باي على الاثنين نون، وده الحل العام بدلالة الباي. كل الفكرة انت هتشيل ال90 هتحط مكانها باي على الاثنين، 360 2 باي، اشتغل مسألتك عادي. بس ده حل العام مع الزائد، المفروض باخد موجب وايه؟ وسالب. او 3 س ناقص س هتساوي 90 زائد 360 نون. نفس الفكرة 3 س ناقص س تديني 2 س، 90 زائد 360 نون اقسم على الاثنين على الاثنين على الاثنين، يبقى الس هتساوي 90 على الاثنين 45 زائد 180 نون. لو عايزه دلالة الحل العام عايز بدلالة الباي، 45 اللي هي باي على الأربعة، 180 اللي هي باي نون، وادي الحل العام بدلالة الباي أو دلالة القياس الستين. يبقى الجا بتساوي جتا، لازم في الزائد مش تفرق معايا، لكن المشكلة عندك في الناقص. لو قلت س ناقص 3 س مثلا هتختلف، عشان كده بقول لك لازم أبدأ بالجا، ما ينفعش أطرح دالة الجتا أو زاوية الجتا من زاوية الجا. طب لو عطاني قطا وقا، بص بقى هنا نمسح دي كده وأوريك حاجة تاني. لو عطاني قطا بتساوي قا
مش هينفع في السالب ان انت تطرح دي من دي، لازم ابدلهم. بمعنى لو جال لي قطا س، اسف كده نعكس كده نخليها كده، ق س بتساوي قطا 2 س، وقال لي اوجد الحل العام. المفروض هاخد مره زائد ومره ناقص. الزائد مش هتفرق معايا، عشان كده لو قال لك اوجد احدى قيم س هتقول لي س. لو طلب احدى قيم زائد 2 س بتساوي 90، 3 س بتساوي 90، اقسم على 3 يبقى س ب 30. ده لو قال لي احدى قيم س، لكن هو مش عايز احدى قيم س، هو بيقول لك هات الحل العام. الحل العام يبقى مره هاخد موجب ومره هاخد سالب. الموجب مفيش مشكله، لكن السالب هي اللي هتفرق معايا. لازم ابدا بالقطا في الاول، فانا اروح جايب القطا 2 س هتساوي ق س. هنا بقى هاخد مره 2 س زائد س هتساوي 90 زائد 360 نون. المره الثانيه هقول 2 س ناقص س 90 زائد 360 نون واكمل مسألتي. 2 س وس يبقى 3 س تساوي 90 زائد 360 نون. نقسم على كام؟ على 3. تمام شطار. 3 هنا هقسم على 3 هنا على 3 هنا، يبقى س هتساوي 30. 100 360 تدي لك 120 نون. ادي حل. الحل الثاني اطرح دي تدي لك س 90 زائد 360 نون، ده الحل الثاني. بخلي بالك وركز في الجا والجتا والقطا والقاء. لازم في الطرح مش تفرق معايا في الجمع، في الطرح هتبقى الجا في الاول وبعدها الجتا. اطرح زاويه الجا ناقص الجتا، او جا زائد زاويه الجتا. الجا مقلوبها قطع يبقى برضه لازم ابدا بالقطع. ولما بضيف كام؟ 360. الكلام ده سهل بسيط لو انت ركزت في اللي انا بقول عليه. نيجي للزاويه او النسبه الثالثه اللي هي الظا والظا. دي بسيطه وسهله ما فيهاش طرح، وما بحطش ال 360 بكتب 180 مثال. ويبقى كده خدنا الثلاث افكار، ونبدا نشوف في التمارين ان شاء الله. كده لما هناخد تمارين هناخد بتوسع وافكار اكتر وافكار ازيد ومسائل امتحانات، وهنشوف في الاختر هنحل ازاي بطريقه اسهل واسرع. لما يديني ظا 3 س بتساوي ظا 2 س، اسف زتا هنا، ظا بتساوي زتا، ظا 3 س بتساوي زتا 2 س. احنا قلنا في الظا والزتا هجمع فقط لا غير، يبقى هقول 3 س زائد 2 س هتساوي 90 زائد 180 نون. حط 180 مش 360، وباخد زائد فقط ما باخدش زائد وسالب. 3 س و2 س يبقى 5 س هتساوي 90 زائد 180 نون. هقسم على الخمسة هنا على الخمسة هنا على الخمسة، يبقى س هتساوي 90 على 5، اللي هي تدي لك هنا 18 زائد 180 على 5 تدي لك 72 نون. يبقى كده انا جبت الحل العام، مفيش غير زائد فقط لا غير. يبقى الحل العام هما 3 قوانين هحفظهم سهل. مثال جا 2 سيتا بتساوي جتا سيتا، هي برضه هتاخد هنا 2 سيتا زائد سيتا هتساوي 90 زائد 360 نون، او 2 سيتا ناقص سيتا هتساوي 90 زائد 360 نون. طبعا انا بادئ بالجا في الاول، يبقى 3 سيتا تساوي 90 زائد 360 نون. هقسم على 3 على 3 على 3 تطلع 30 زائد 120 نون لسه واخدينها. اطرح تدي لك سيتا 90 زائد 360 نون، وكده انا جبت الحل العام. اظن الكلام سهل بسيط، مفيش حاجه في الحل العام. احفظ بس الثلاث علاقات دول وانت هتلقى الموضوع بالنسبه لك كلام فاضي. مثال تاني بيقول لي ظا سيتا زائد 15 بتساوي زتا 4 سيتا ناقص 15، حيث سيتا اهو بيقول لي اوجد قيم سيتا في الحالة التالية. ما قاليش اوجد الحل العام، فطالما عايز قيم سيتا قيمة محصورة ما بين 0 و 90، طالما ظا بتساوي زتا هاخد سيتا زائد 15 زائد 4 سيتا ناقص 15 بتساوي 90. إذا قال لي اوجد إحدى قيم سيتا هتقول زائد فقط، وبتساويهم بكام؟ ب 90. في الظا خلي بالك زائد، أما الجا والجتا قا والقطا ممكن زائد وناقص، بس لما يطلب إحدى قيم سيتا خليك في الزائد أسهل. 4 سيتا وسيتا يديني 5 سيتا، ال 15 دي راحت مع دي هتساوي 90. اقسم هنا على الخمسة
هنا على الخمسة هتطلع سيتا 18 درجة، ودي إحدى قيم سيتا. طب لو قال لي اوجد قيم سيتا في الحالات دي ما بين 0 و 90، يبقى هو عايز قيمة تاني، فممكن آخد سيتا زائد 15 زائد 4 سيتا ناقص 15 هتساوي 90 زائد، خلي بالك دي ظا 180 نون، يبقى دي هتروح مع دي، يبقى 5 سيتا هتساوي 90 زائد 180 نون. اقسم هنا على الخمسة، هنا على الخمسة، هنا على الخمسة، تطلع سيتا تساوي 18 زائد 72 درجة نون. لو عايز كذا قيمة حط مرة نون بصفر، هتطلع لك أول قيمة اللي هي سيتا الأولى ب 18. لو عايز القيمة التانية حط نون بواحد، يبقى سيتا 2 القيمة التانية 18 زائد 72، هتطلع هنا ديت 80 90، هو مقفول عند 90 يبقى ده الحل التاني. لو زودت هتطلع ازيد من 90، يبقى هما حلين، يا اما 18 يا اما 90، وكده انا جبت الحلين. نفس الفكرة التانية، قطع 6 سيتا بتساوي قطع سيتا، هتاخد 6 قطع سيتا دي كده 6 سيتا زائد 4 سيتا هتساوي 90. هو عايز قيم يعني كذا قيمة، يبقى زائد 360 نون. 6 و4 يبقى 10 سيتا هتساوي 90 زائد 360 نون. تمام كده؟ اقسم على 10 يبقى سيتا هتساوي 9 زائد 36 نون. حط نون مرة بصفر يطلع أول قيمة 9، حط نون بعد كده بواحد يبقى سيتا هتساوي 9 زائد 36، حط نون ب2 تطلع القيمة الثالثة اللي هي 9 زائد 72، وهتطلع كده 3 قيم لسيتا، وكده أنا جبت إحدى قيم سيتا. بس في الامتحان هو يقول لك اوجد إحدى قيم سيتا، فإحدى قيم سيتا أول قيمة خلصت، هنا أول قيمة خلصت اللي هي تعتبر 9، وخلاص كده وأنا جبت القيم بتاعت سيتا في أول حل. كده أنهينا كده الزوايا المنتسبة بكل أفكارها، بحل المعادلات بالحل العام، بيوجد قيمة سيتا سواء أعطاني معادلة، وخدنا كده أفكار مثال على كل واحدة. الدرس اللي بعديه وده يعتبر كلام سهل وآخر درس عندك، هو بيتكلم عن دالة الجيب ودالة جيب التمام. دالة الجيب اللي هيطلبه منك هو عبارة عن، مش هيقول لك مثل بينين طبعا، لكن هو يدي لك هات المجال، هات المدى، هات الدالة دي دورية. يعني ايه دالة دورية؟ بتكرر نفسها كل قد ايه. هو ده اللي هندرسه وهنشوفه. بس انا عايزك تعرف شكل دالة الجيب ودالة جيب التمام. دالة الجيب خلي بالك تبدأ من الصفر وتعمل كده، هتزيد أقصى قيمة وصلت لها 1، بعد كده تنزل تاني عند الصفر، تنزل -1 وتطلع، هتلاقيها مكررة نفسها كل 360 درجة. دالة جيب التمام هتبدأ من هنا مش من نقطة الأصل، هتلاقيها ماشية كده ونازلة أكبر قيمة 1 لغاية ما تنزل -1 وتطلع 1. وبالتالي مدى يقصد بها الصاد، يعني قيم الجاب تنحصر ما بين كام؟ ما بين الواحد والسالب 1، فبقول مدى الدالة دي محصورة ما بين -1 و1. طب مجالها ماشي إلى ما شاء الله، وممكن أكمل كده. فالمجال بتاعك ح، يبقى مجال دالة الجيب ح، مداها من -1 ل1. القيمة العظمى يعني أقصى قيمة توصل لها 1. على فكرة الدالة دي بتكرر نفسها كل قد إيه؟ كل 360. يعني الدالة دي دورية كل 360 درجة. بس كده كل ما بتزيد بتنزل وتكرر نفسها كل 360 درجة. نفس الفكرة دالة الجيب هي زي دالة جيب التمام، مع اختلاف في الرسمة زي ما قلنا. مجالها 1 ما لا نهاية من سالب ما لا نهاية. المدى أقصى قيمة 1، أقل قيمة هنا عند -1. القيمة العظمى 1، القيمة الصغرى برضو لها -1. الدالة دي بتعمل الدورة دي كل 360 درجة، تنزل كده وتلف تلاقيها كملت كل 360 درجة. طيب هل هو هيجي كده يقول لي سمع دول؟ اوجد كده دالة الجيب مجالها ايه ومداها ايه والقيمة العظمى ايه والكلام ده؟ لا طبعا، هو هيدخل لك ارقام معاملات للجا ومعامل للزاوية. تعال نشوف كده مثال. اولا لو دالة الجيب أ ج ب سيتا زائد او ناقص ج، حيث سيتا محصورة ما بين 0 و360 أ وب موجبان، فإن المجال ح، المدى هتاخد معامل الجا هتضيف عليه الجيم او تطرح الجيم حسب ما هو كاتبها زائد او ناقص. الداله الدوريه كل قد ايه؟ تقسم 360 على معامل الجيم. ناخد مثال ونفهم. يجي كده يقول لي د سيتا
هتساوي 3 د 2 سيتا. اوجد مدى الدالة ويوجد الدالة دي دورية كل جدي. مين معامل د؟ 3. يبقى المدى هتساوي من سالب 3 ل 3. لو عايز القيمة العظمى أكبر قيمة عندك 3. لو عايز الصغرى هتساوي سالب 3. طب الدالة دي دورية كل جدي، يعني كل جدي بتكرر نفسها. الدالة دي دورية كل أقسم 360 على معامل الزاوية. معامل الزاوية 2 تدي لك 180 درجة. يبقى الدالة دي دورية كل 180 درجة. ما ينطبق على الدي هي جتا، هي نفس الفكرة، مفيش أي اختلاف. طب لو أعطاني دالة زي كده، د سيتا هتساوي 2 أو خليها 4 د 3 سيتا ناقص 1. عايز المدى. شوف بقى المدى هنا هيساوي، المدى هتساوي، هو المفروض بادئ من كام لكام؟ من سالب 4 ل 4 اللي هو معامل دي كده، من سالب 4 ل 4. بس أنا ضفت مين هنا؟ سالب 1. أروح ضايف سالب 1 هنا وسالب 1 هنا. آخد دي وأضيفها. يبقى المدى بتاعك هتساوي سالب 4 وسالب 1 سالب 5. 4 ناقص 1 يديني كام؟ 3. بيجي المدى من سالب 5 ل 3. طب لو طلب القيمة العظمى 3، يبقى العظمى هتساوي 3. طب الصغرى هتساوي سالب 5. طب الدالة دي دورية كل ايه؟ اقسم 360 على 3 هتدي لك 120. يبقى الدالة دي دورية كل 120 درجة. أظن الكلام سهل ومباشر. طب لو جتا ما ينطبق على الجتا هو الجا، مفيش أي مشكلة عندي. بس في حاجة هقول لك عليها كده، لأن العيال بتلخبط فيها. يدي لك كده صاد، يقول لك 3 ناقص 2 جا 4 سيتا. في يقول لك دي الجا هنا معاملها بالسالب. وبعدين على فكرة لو رجعنا للرسمة اللي فاتت دي دالة الجا، لو أنا خليت الجا دي بالسالب هي نفس الرسمة، بس هتلاقيها عاملة إيه؟ نزلت تحت كده. تلاقيها نازلة لتحت. بس كده تلقى الرسمة ماشية كده إيه؟ من تحت كده. بتعكس، ما لما بضربها في سالب بتنعكس على محور السنان. المدى ما اتغيرش، بس بدل ما كانت هنا 1 بيجي السالب 1، بدل السالب 1 بيجي 1. نفس الحكايه لو ضربت دي في السالب هتلاقيها مشيت كده من تحت لفوق، كاني بعمل لها هنا انعكاس في محور السالب. فالسالب اللي عندك دي ما تعملكش اي مشكله، ما تاثرش عليك في الحل. هتيجي كده تقول لي المدى هتساوي المعامل هنا كام؟ من سالب 2 ل 2. وضايف فيه هنا الثلاثه دي اشارتهم، يبقى اضيف هنا 3 واضيف هنا 3. يبقى المدى بتاعك سالب 2 و3 يديني 1. 2 و3 كام؟ يبقى دي الصغرى وديت هي الرجاله العظمى. طب لو عايز الداله دي دوريه كل جد دي اخد معامل دي دوريه كل 360 على 4 تدي لك 90 درجه. يبقى الداله دي دوريه كل 90 درجه. وكده انا جبت الداله مجالها. طبعا اي مجال هو حق، مفيش اي اختلاف فيه. المدى الا لو اعطالك المجال قال لك سيتا تنحصر ما بين مثلا 180 و 360. خلي بالك هنا بقى ده المجال، وبالتالي هنا المدى هيختلف على ان يغير الفتره بتاعت المجال. خلي بالك الكلام ده نشوف اسئله الاخطر واحنا بنحل. لما يدي لك المجال مختلف خلي بالك ده انت ممكن يدي لك الداله دي. تعالى كده اوريك كده في الرسمه. بدل ما يدي لك كده، امسح بس دي كده، ممكن يضحك عليك كده في سؤال يقول لك ايه؟ د ص بتساوي 2 ج سيتا حيث سيتا محصوره ما بين 0 و180. ويقول لك هات لي المدى. طبعا انت بكل بساطه هتقول له المدى خلاص من سالب 2 ل 2. غلط، لان المدى مرتبط بالمجال. المجال انا عندي من فين لفين؟ من خلي بالك دي 1 من 0 ل 180. يبقى دي الرسمه بتاعتك، يعني دي كده رسمتك من 0. دي الرسمه بتاعتك. وبالتالي المدى هيبقى من فين لفين؟ من 0 ل 1. ما وصلتش انت للسالب 1 لانك انت ما خدتش بعد ال 180. دي اصلا مش هتدي سالب غير في الربع الثالث والرابع، وانا اخري من الاول والثاني. يبقى المدى هنا من كام لكام؟ من 0 ل 1. فخلي بالك دي اسئله هنشوفها في الاختيار في المسائل واحنا بنحل. اسئله اللي هي بيضحك عليك بيها ويخليك تغلط. انت حافظ
ولا انت فاهم؟ طبعا انا خلي بالي مش هقدر احدد مدى بدون مجال، لان المجال هو اللي بيحدد لي. ده ممكن يقول لك المدى للداله ويروح مغير بدل 0 180 يقول لك من 200 من 180 ل 360. طب ما من 180 ل 360 بيجي المدى من كام لكام؟ من -1 ل1. هيختلف. فانت هتحدد بناء على المجال، الا لو ما ذكرش المجال خلاص بعتبر دي داله مجالها ح وببدا اجيب مساله عاديه خالص. لكن لو حدد المجال لا اربط المجال بالكلام ده كله. تعال نشوف السؤال دوت، بس بيبدا بايه؟ ربط درسين او 3 دروس ببعض. يعني الدرس الاولاني كان بيتكلم عن الزاويه الموجهه والزاويه في الوضع القياسي، تمام؟ الدرس اللي خدناه بعديه اعطانا القياس الستيني والقياس الدائري. هو ربط القياس الدائري والقياس الستيني بالزاويه الموجهه، يعني بيقول لك الزاويه دي تقع فين ربع. احنا عرفنا الارباع منين؟ بالقياس الستيني. يعني احنا خدنا الرسمه بتاعتنا كده 0 90 180 270 ونلف ونرجع عند ال 360. ده الربع الاول ما بين 0 و 90، الربع الثاني ما بين 90 و 180، الثالث ما بين 180 و 270، الرابع ما بين 270 و 360. تمام؟ طب ودي؟ ده قياس دائري. مش هتعرف تحدد الزاويه بالقياس الدائري لانك انت ما خدتش غير بالايه؟ بال60. فانا لازم احول دي للقياس الايه؟ ال60. طب بنحول ازاي؟ القانون اللي احنا قلنا بيه، بنشيل الباي ونعوض عنها، لان الباي دائري تساوي كام؟ 60 180. يبقى اول زاويه باي على ال3، شيل الباي نكتب 180 على ال3 تديني كام؟ 60. 60 دي فين مكانها؟ في الربع الاول. يبقى ال60 دي تقع في الربع الاول. خلي بالك المسائل سهله، اي زاويه بدلاله الباي اللي احنا هنحلهم دول هنشيل الباي هنحط مكانها او نعوض مكانها ب 180 تطلع الزاويه بالقياس 60. عدت ال 360 هنطرح دور ازيد بالسالب من 360 يعني سالب 500 سالب 600 هتضيف دوره 2 لغايه ما الزاويه تبقى محصوره ما بين صفر واللفه 360. بناء هقدر احدد الربع اللي بعده. كده ان شاء الله كده نكون انهينا كده افكار الدروس بتاعت حساب مثلثات. احنا خدنا كده مع بعض بسرعه مراجعه سريعه. اول حاجه خدنا الزاويه الموجهه تعريفها، خدنا الارباع بتاعت الزوايا، خدنا الزاويه في الوضع القياسي، خدنا بعد كده دايره الوحده وهي دايره الوحده ولما الضلع النهائي بتاع الزاويه بتاع دايره الوحده، خدنا بعد كده الدوال المثلثيه وهي اللي كان يعتبر اصعب درس عندك، وقلنا ازاي بنعمل الدوال المثلثيه سواء قياس ستيني او قياس دائري، بنحاول ازاي من 60 لدائري. الزاويه المنتسبه برضو لما اتكلمنا في الزاويه المنتسبه قلنا ان الزاويه المنتسبه هي زاويتين مجموعهم او الفرق بينهم 90 او مضاعفات 90. خدنا الثلاث رسومات اللي احنا قلنا عليها نحفظها باشارات الدوال. خدنا ازاي نحل المعادله وازاي نجيب قيمه س، او ازاي نعمل الحل العام، او يقول لك اوجد احدى قيم س. والدرس اللي كان بيتكلم عن الرسم او التمثيل بين الدول المثلثيه الجا والجتا، وهو اللي كان عايزه منك اهم حاجه عندك المجال والمدى. وزي ما قلت لك خلي بالك لو حدد لك الفتره بتاعت المجال ممكن المدى يختلف غير اللي انت عارفه. احنا خدنا افكار وخدنا حاجات بسيطه للتذكره مش لاكتر ولا اقل. التمارين بافكارها بصعوبتها بتدريجها هنشوفها بعد ما نخلص الفروع الثلاثه، الجبر وحساب مثلثات والهندسه الثلاثه يخلص، وهنبدا نحل تمارين زي ما قلت لك فوق ال 120 مساله. اختر حوالي 20 او 25 سؤال مقالي اللي هيجي لك في الامتحان زي شبههم كده بنفس الافكار بتاعتها. في الاختر هننوع المسائل زي ما قلنا مع بعض، هندي جبر مع هندسه مع حساب مثلثات، المسائل داخله في بعضيها لان ده نمط الامتحان اللي انت هتمتحنه في اخر السنه. هنبدا بقى نظبط دول، تشوف افكار اصعب وافكار ازيد، مسائل امتحانات، مسائل كتاب المدرسه، وباذن الله كده تبقى الدنيا بسيطه وسهله، وربنا يوفقكم ان شاء الله وبالتوفيق.